اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بلو زونز ويلنس بودكاست. اكتر حلقه اتطلبت مني من يوم ما ابتديت معاكم لحد دلوقتي. مفاجاه عظيمه مره تانية، الدكتور ضياء العوضي. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا مستر طارق. منورني. الله يبارك فيك، ومتشرف بيك دايما. انت منور يا طارق والله حبيبي، بس النهارده منور اكتر انت من كل مره عشان ماشي على النظام. ايوه اكيد. ومعنا الدكتور محمد نبيل. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا طارق، وحابب برضو اضم صوتي لصوتك وارحب بالدكتور. لا انت ما ترحبوش بيا، احنا اخوات. انت ما ترحبوش بيا اصلا، ده بالعكس انا كنت هسحب منك المايك في الاول. انا كنت عايز اتكلم انا عنكم اصلا، هي قعده صحاب. واقول انا طارق برجاوي ومحمد نبيل دول اخواتي اصلا النهارده يعني، وبنتكلم ان احنا النهارده يعني حته واحده. ده عشمنا فيك يا دكتور. مش عشم، ده احنا ده حقيقه اخوات والله. يعني انت اصلا يعني مش محتاج هتوسع كلام. صدرك معانا النهارده. انت اصلا تي في بريسنتر اصلا، انت راجل يعني. تسلم لي يا ريس. لا بس انا قبل ما اعرفك يا دكتور كنت تلميذ، يعني كنت بتفرج على كل الحلقات بتاعه الفسيولوجي والبايوكيمستري والنهارده بقيت معلم انت النهارده. اتعلمت حاجات كتير. هنقسم الحلقه ايه نصين كده. انا عايز اتكلم معاك في شويه حاجات خاصه بالحياه عموما، باش بعض ارائك وبعض تصريحاتك الخزعبليه عن بعض الاشخاص، وبعدين هنتكلم في النظام عشان الناس حابه جدا تفهم. ده كانت مهمه قوي. انت كنت قلت لي الموضوع ده، وانت كمان بسم الله ما شاء الله انت يعني في شغلك انا شايف ان انت مجتهد، غير انت موهوب اصلا صراحه يعني. واللي عرفته منك ان انت كل الكومنتس قريتها بنفسك. صحيح. ورديت عليها بنفسك، فانت صحيح. رسمت للبوبوليشن اللي بتتفرج علينا تصور الناس عايز تعرف ايه. تصور صحيح. كبير يعني. فخلاص الناس كلها بقى، مش الناس اللي مع او ضد، يعني كل الناس. ما انت رديت على كله. فاحنا هنخش بقى ايه. بس في حاجات حتى قريتها عندك، وفي حاجات طبعا بشوف تصريحات لك، وفي ناس ايه دي التصريحات؟ انا ما بقولش تصريحات. انا ما بقولش. ما هي بتتاخد تصريحات، ما انت شخصيه عامه. وما شاء الله يعني ترند اول بقالك فتره كبيره. وفي ناس بتلوم عليك. يعني انا مشكلتي او اللي انا عايز اوصله يا اخي النهارده شكلك حلو قوي النهارده على فكره. تسلم. انا عايز بقى الناس اللي تعلق على الموضوع ده. يعني النهارده طارق انا ماشي الشوب بتاعه غير المره اللي فاتت، ماشي كويس، وهتكلم هقول ليه وحسيت بايه وكل حاجه. بس تعال نشوف انت ليه مزعل كل الناس اسمها كريم منك. يعني ايه كل اللي اسمهم كريم وحشين؟ ما هو برضه في ناس اسمها كريم هتزعل منك. وحتى اللي ابنه اسمه كريم هيزعل منك. ليه بتشتري عداوه الناس؟ انا اصحابي كتير اسمهم كريم في عيد ميلادي يعني بعد ما هنوني لقيتهم بيعلقوا. انا كنتش عارف ان صوتي ده او الكلمه دي او الستيتمنت دي هيبقى لها التاثير ده. انا اخويا الصغير على فكره اسمه كريم برضو، هو اخويا الوحيد يعني، مش الصغير بس اخويا الوحيد يعني اسمه كريم. بس هي الفكره في ايه؟ بص انا ليا انطباع دايما برسمه. انا دايما بجرد الاشياء، فاهم قصدي؟ طبيعه شخصيتي كده، بحب اجرد الحاجه يعني، ما بحبش اخدها زي ما هي، احب احط لها قواعد في دماغي. فكان مش القصه، ما كانتش قصه اسم كريم في حد ذاته. انا كان كل الاسامي اللي على وزن فاعل كانت بتتعبني في التعامل. اوكي. وبعدين فعيل كانت اكتر. يعني فاعل ده هو فاعل زي طارق يعني مثلا، طارق وائل، آسر، جاسر، تامر بالاخص اسم تامر. كان في نص البشريه انت بالظبط بشريه كتيره. وبعدين انت اصل اسم فاعل ده بيدل ان هو ده صاحب الحدث. فدايما كنت بحب يعني بفنطه كده. اللي اسمهم فاعل دول تلاقيهم دايما فيهم تركه مش مطابق للاسم. انا شايف الاسم ده لازم يكمل الصفه، فاهم؟ وزن فعيل ده بقى لا، ده صيغه مبالغه. يعني لما تقول كرم كارم فهو كريم، لا ده مستني من وراه بقى كرم اخلاق وكرم ماده وكرم فلوس وكرم مشاعر، انت فاهم؟ فما تلاقي في ديفكت بتتربى جواك حاجه كده، انت فاهم؟ وانا الصراحه الاكسبيرينس بتاعتي مع كل اللي اسمهم كريم ما كانتش جيده الى شكل كبير. طبعا برضه يجي على نفس القصه وسيم وفهيم ورحيم والحاجات دي. بس هو اسم كريم اتسلف بيواجهني كتير، او يمكن كان منتشر لان اواخر مواليد السبعينات واوائل الثمانينات هتلاقي فيهم اسم كريم ده كتير. ليه؟ كان في مسلسل كان ابطاله افارقه في التوقيت ده في اوائل الثمانينات، كان اسمه الجذور ذا روتس. الفيلم ده كان البطل بتاعه اسمه كريم. واحنا الشعب عندنا المصري شعب بيبقى متحفز قوي مع الدراما. يعني مثلا هتلاقي مواليد الستينات كلهم اسمهم جمال، صح؟ عشان خاطر الرئيس السابق بتاع مصر جمال عبد الناصر. وفي جيل دلوقتي متسمع على اسم الممثل التركي اللي هو اسمه ايه ده،
اسمه ايه؟ في مهند. مهند. لا ده وآدم. معشوق هو النساء. صح، في بعض الاسماء كتير بتبقى ليها هتلاقي مواليد هوجة كده الستينات بتطلع، كلهم صحيح. هتلاقيهم في سوريا وفي مصر وفي العراق جمال. اول ما تقعد مع واحد اسمه جمال اعرف على طول ان هو بتبقى مواليد موضة، بتبقى حاجة زي موضة كده. اواخر الستينات. فاهمني؟ هم متفائلين بحاجه معينه. فاسم كريم كان وقتها موضه يعني، انت فاهم. فمعظم اللي قابلتهم كان واحد مدير تسويق كان ماسك لي الدعايه في الاول، ومش عارف واحد كان محاسب قانوني، وواحد محامي، وواحد مدعي، انت فاهم. فتلاقي لكن هو ما كانش مقصود بيه التعميم طبعا يعني. انا وبعدين كنتش فاكر ان كلام هزار بيتقال في لايف يعني، انت فاهم. انا في اللايف بعتبر انا بطلع بالبيجامه يعني، بطلع في اللايف بهدوم البيت يعني. فانا بتعامل مع الناس ان احنا بحكي مع اهلي، فمش كل ما اقول كلمه يعني قلت نبيل مثلا، ما هو نبيل على وزن كريم يعني خلاص كده يعني هنبقى مشكله. هو في مثل مصري تقريبا اللي هو كل واحد بيبقى ليه نصيب من اسمه. ده المثل ده طبعا ده كفته طبعا كل واحد نصيب من اسمه. ده بقى ما كان كل واحد بقى كان طلع هتبقى قصه يعني. لكن انا مش عايز حد يزعل مني في الموضوع ده، انا بهزر. ولو حد صادف ان هو اسمه كريم بس يخلي باله، والناس تخلي بالها منه خلاص. يعني ده لو صادف يعني، انا قصدي اقول مش هنعممها يعني. انا بس ناخد بالنا الجزء الاولاني كان كويس. خلي بالنا برضه يعني. ما انا واحد حذركم يعني، فاهم. ما نخليش بالنا ليه يعني. طب وإسراء مزعلك في ايه؟ والله اسراء دي انا كنت اتجوزت كذا مره، وتصادف ان كذا واحده من اللي اتجوزتهم ليها اخت اسمها اسراء. اوكي. وكذا عيانه معايا، فاهم. فتلاقي العيانين دول اكتر ناس بيخلوا معاك في الوعود، واكتر ناس بيقولوا الكلام ويرجعوا فيه، وبعدين تحلف لك انها ما عملتش وهي عملت. على فكره حصل معاك. طب ما خلاص يا جماعه، ما نحاول نخلي بالنا على فكره هو ونوعي كان بعض. بيكلمني في التليفون وبعد كده قال لي اسمها اسراء. قلت له خلي بالك ان الدكتور شفت؟ ضياء ما كان أنا قلت حذرنا. هتلاقي اسراء فقال لي ايه ده بجد صحيح. اسراء، صباح، هدى، في اسامي كده فاهم ليها علامات معايا. بس خلينا نقول ان بتفضفض وبتتكلم مع الناس وبتهزر بالظبط ومش بتعمم والناس خدتها. لا انا ما اقدرش على محمل اعمم. تاني. ليه هو انا ما وصلتش للدرجات دي يا جماعه. هو انا برضو فجاه بص خلي بالك يا طارق، انا هقول لك كلمه، احنا اخوات مش هنتكسف يعني. بص انا بين يوم وليله لقيت نفسي مش ترند، انا لقيت نفسي مفيش كلام على حد غيري يعني. فالكلام اللي كنت بقوله في اللايف، انا كنت بطلع اللايف من دول اصلا اخلص شغلي واطلع، فمش مدي حساب انا هتكلم في ايه النهارده غير الماده العلميه. لكن الكلام اللي هو سايد توكس ده يمشي عادي يعني. انا وانت قاعدين في قاعده وقلنا كلمه، الكلام ده على فكره كنت بحكي فيه مع ابويا زمان وانا صغير يعني. حتى القواعد اللي انا برسمها النهارده في دماغي وبتكلم فيها مع الناس بحريه، كنت بتكلم فيه معاه ويقول لي لا ما تقولش الكلام ده. كام واحد يقول لي لا ما تحكيش في الكلام ده عادي. بس انا فجاه لقيته حتى المحتوى القديم بتاعي موجود، حتى اللي اتمسح من على الفيسبوك. كنت متخيل يا نبيل يعني كلام كنت بقوله عادي، قاعدين في قعده صفا انا وانت حكينا حدوته، فالحدوته دي كان ليها مثلا مقتضى، فاهمني، ولها في الاخر يعني حاجه هنخرج بيها منها، بحكيها لك عادي. فانا بعمل كده في اللايف. ما كنتش متخيل ان انا ليا ناس قاعده مترصده يعني اهل تحري واهل افتراء يعني. الفيديوهات بتتقطع بشكل بشع يعني غريب، بشكل مريب انا يعني. ما عنديش مشكله في الموضوع ده، لان الناس اللي بتتفرج على دكتور ضياء اللي هي عايزه الماده العلميه او عايزه تفهم النظريه بتاخد الحتت اللي هي المهمه. بس الفكره كلها ان هي بتشوه الصوره يعني. هو بيبقى قاصد ان هو يضرب في كل الكلام علشان بعد كده في الاخر لما نيجي نتكلم في النظريه انت خليك مكاني. انا الراجل بقالي بتكلم على الميديا 7 سنين كويس، وكلامي سهل قوي فيما يخص اللي هو يخص العامه في النظريه. صح. انا بقعد في اللايف الواحد ساعتين، ساعات 3 ساعات. انت فاكر ان هيبقى الكلام كله علمي؟ لا مش هينفع يبقى الكلام كده. حتى الرؤساء ارجع كده في خطابات عبد الناصر، وهو كان صاحب كاريزما عاليه جدا، شاعريه عاليه، بنسميها الايموشنال كاريزما، تمام. هتلاقي نص الكلام بتاعه بره سياق السياسه. هات السادات وكان بيخرج عن النص كتير. لازم مش ده مش نص، اصل هو مش مسؤول عن نص. انا طالع اكلم شعبي. ما هو عبد الناصر لما كان بيطلع بيتكلم ناس معينه، ولا بيتكلم الشعب كله؟ بيتكلم الشعب كله بمختلف طوائفه، بمختلف اجناسه، بمختلف معتقداته.
فهو بيتكلم في العموم. السادات كان مفوه، يعني مش هنقول ده صاحب نفس الكاريزما بس كان مفوه، فبرضه هتلاقي خطاباته كانت كده. حسني مبارك كان كده. انا قصدي اقول ان الزعماء والناس اللي ليهم population، لان انا برضو بعد شويه انا ما عنديش جمهور عادي، لا ده انا عندي جمهور بيحبني وجمهور متبني فكري كله، متبني شخصيتي وشايفني بقيت مثل اعلى في وقت من الاوقات. فمش هينفع طول النهار اكلمهم في اكل وشرب، لا لا لا، ده هم بيتطرقوا بيا لبعض الكلام، سواء اراء فقهيه بقى او بنسميها اراء دينيه، اراء شرعيه، هل ما يتطابق من كلامك مع الشرع، مع الواقع، مع المجتمع، مع التقاليد اللي اتربينا عليها. فانا بقيت مجبر ان انا اتكلم، والا لو احجمت في ناس كتير هتبدا تقول لك لا انت بتحجم ليه، انت خايف من ايه؟ وبعدين انا بصراحه مش هكذب عليك، طول ما انا كلامي مقتنع بيه وبمارسه مش مشكله ان انا اشاركه. بس في حاجات يا دكتور ممكن تعمل شويه مشاكل. مشاكل من انهي نوع؟ مشاكل اسريه. اسريه. انت بتهاجم المراه بشكل كبير وبتشجع الراجل. بتشجع الراجل اللي مره قلت مش عارفه تديها بالطاسه ولا ما اعرفش تعمل لها ايه. ما هي بتقول لك الطاسه ما تخربشهاش. يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد بتعمل بيض عشان هي تاكل مثلا قبل يعني النظام، وحكيت الطاسه بالمعلقه، هتلاقيها قامت قايمه وهي كانت قاعده في حالها. بلاش الحاجه. كنت انا لما اجي اقرب من النيش اكني مثلا يعني اقتحمت جزء كبير قوي في خصوصيتها، مع ان انا شايف النيش ده بتاعنا كلنا، ملوش لازمه اصلا. لا وبتاعنا كلنا. يعني انا لما افتح ضرفه النيش واخد منه فنجان قهوه عشان اشرب فيه، تقولي اشمعنى الفنجان ده؟ اقول لها ماما عايز اشرب في الفنجان ده، عليه رسومات وعليه حاجات انت شايلاه ليه؟ ولعلمك لحد النهارده نفس النيش بنفس الحاجه زي ما هي. عشان كده يعني ابويا مات الله يرحمه والنيش محافظين عليه. فانا كان دايما عندي مبدأ، طالما انا منتهي ما استغلش كل حاجه في ايدي ليه؟ يعني هشيلها لمين اصلا؟ انت فاهم قصدي؟ لكن موضوع الست في حد ذاته يا طارق، انا عارف ان الموضوع ده يعني هو بيستفز عند طارق حاجه معينه، طارق بالاخص يعني ما اعرفش ليه، عشان هو جمهوره كتير فيه ستات. لما تيجي عند الستات لازم نقول لا هو طارق الظاهر جمهوره ستات برضه، منه هو بلوند وملون وبتاع، فاهم ازاي؟ ففي حته عنده مش عايز يخبطها مع الستات. يعني انا عارف ان انت زي حالاتي، الست امي واختي صح ومراتي، لا هي نص المجتمع، وجارتي ومعلمتي وصدق صاحبتك وصديقتك، كل حاجه طبعا. يا سلام يا سلام. بيعصبونا ساعات برضه، ما حدش مش هنديهم بالطاسه يعني. لا هو انا ما كنتش ساعتها برضه. انت عارف انت في لقطه لتوم وجيري كده اما كان بيجي يعمل معاه حاجه مخطط بالطاسه وشه بيبقى مفلطح كده، ايوه بياخد الوش شكل الطاسه بالعلامه حتى بالبراند بيعملوا زي ستامب كده على وشه، صح؟ انا الشكل ده بحبه قوي. يعني الشكل ده بحبه قوي، خاصه انا جربته يعني. والله دكتور انا كل الفكره ان انا مش عايز، انا يعني من غيرتي عليك كدكتور، انا عارف ان انت بتغير عليك اخوك اصلا وكاخ عزيز ليا. لا استنى بس، عايزين نفصل حاجتين من بعض، العلم واحتوائك كشخص على علم معين ربنا وهبك فيه. عشان خاطر دايما احنا بحب الحته دي نرجعها لربنا، يعني دايما ما بحبش اقول صدفه، اقول قدر الله. علم يبقى العلم الذي وهبه الله، فاهم قصدي؟ احنا عايزين نقف عند الحته دي وقفه، وهقولها لك عشان خاطر ايه احللك بيها حته. تمام. هو احنا كلنا على فكره قول. لو قلنا احنا بنفكر في ايه هيتاخد علينا حاجات كتيره جدا بالظبط. بس انت ممكن الحاجه، انت الانسان الوحيد اللي بتقدر تبقى مش شجاع، مش الوحيد، مش الوحيد. هو انا اضطريت لكده، انا بقيت مضطر في وقت. مين بقى اللي اضطر؟ يعني ايه هدف مين ايه اللي اضطرني؟ ما حدش اضطرني. هو انت فاكر حد ماسك عليا زله؟ لا يعني انا بقول الكلام ده لوحدي، بس انا قصدي اقول ايه، بقيت مضطر ما حد يسالك سؤال يخص حاجه اجتماعيه مش هترد ليه؟ وطالما عندي الرد، والرد مش مقتنع بيه بس، لا انا عندي ليه كمان ثوابت في دماغي. يعني مثلا ما انا كنت عايز اقولها لطارق دي نصا عشان نقفل حته، عشان افك له حته، لان طارق هو جاهز اصلا. هو الحته اللي انا عايز افكها له ايه؟ بص، هل انا وانا بتكلم ماليش مرجعيه؟ لا انا ليا مرجعيه، ومش مرجعيه اللي هي الجمعيه. انا طول عمري مرجعيتي مش مرجعيه جمعيه، ما بشوفش الناس بتعمل ايه فبعمل زيهم، والا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت من نفس المعلومه ومشيت في نفس السكه. بس كنت دايما اشوف اللي حواليا بيعملوا ايه، اشوف ده صح ولا غلط، هل البيوت النهارده في العالم العربي مستقيمه ولا لا؟
فتيجي تلاقي يقول لك لا اصل مش عارف في الغرب البنت من سن كذا بتقدر تتجوز والولد من سن كذا بيقدر يصاحب، فالحياه عندهم اسهل من عندنا. تلاقي رونالدو متجوز قبل ما يتجوز مخلف 4 عيال. ففي حاجات النهارده انت بتقف قدامها عطلان. فلو الانسان عاش حياته ومات من غير ما يفهم هو عايش بمرجعيه ايه، يبقى احنا كده في الضلال. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا في الضلال. فاحنا لازم يكون لنا شويه مرجعيه. مين اقدم مرجعيه عندنا ومثبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولنا فيه اسوه، صح؟ فتلاقي ربنا بيعاتبه في سوره التحريم، والسوره دي انا يعني بشجع الناس كلها تقراها، هي سوره صغيره صفحتين ما فيهاش يعني ابسط من كده. يعني بيقول له في اول السوره ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. انا مش هحكي في تفاصيل الحادثه نفسها، بس انا عايز اقول لك العتاب هو ربنا بيقول له انت حرمت على نفسك حاجات ربنا احلها لك، والكلام ده يعني موجه للنبي ومن سياتي بعده، يعني عشان عايز ترضي عنك زوجاتك. والله غفور رحيم يعني ايه؟ يعني ربنا مش يعني غفور ورحيم بيك وباللي انت يعني جيت فيه على نفسك. والايه اللي وراها قد فرض الله لكم مش عليكم تحلة ايمانكم والله عليم حكيم. فرض لكم تحلة ايمانكم يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد مع مراتك وهي عارفه ان انت متجوز واحده تانية او في يعني انت راجل هتتجوز واحده تانية او في واحده تانية في حياتك او ما شابه هذا الكلام. فهي قاعده معاك قالت لك ايه؟ بالله عليك مش انا احلى واحده انت شفتها في حياتك؟ ايوه طبعا. بص رد ازاي، بص رد بسرعه ازاي، عرفت انت الموضوع جه ازاي. فربنا بيقول لك لا، انت ما تقولش حاجه وانت ساعتها انت عايز ترضي اللي قدامك، فاهم؟ لا، فرض لكم تحلة ايمانكم في الحته دي بالذات. مثلا انت جيت قلت لها مش هتجوز عليكي تاني واحده تاني خالص، وجيت انت حبيت واحده وقررت تتجوز واحده، ها مش ده كان يمين انت المفروض تحله ولا انت ايه؟ هو انت خلاص انت اديت لها وعد، والوعد الحر دين عليه، على فكره دي حقيقه، بس انت من حقك لان انت ده مش في شرع، ده انت عملته من عندك وعد زي وعد بالفور كده، تطوعي عملته ارضاء لرغبه ليها عشان ما تسودش اليوم عليك وعلى ايامك. ما هو انت لو قلت لها لا مش انت احلى واحده، انت يومك النهارده اسود، صح ولا مش صح؟ ممكن تاخدها برضه بالرفق بالقوارير يعني. ما هو هنقف برضه هنا الوقفه اللي هو كلمه حق اريد بها باطل، دي الكلمه دي اللي هو قالها دي. لا يعني السيدة عائشه مش يعني السيده عائشه جات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو اكرم واحده من اقرباء السيده خديجه، وكان السيده خديجه توفاها الله، فقالت له اما زلت تذكر عجوز قريش قد ادلك الله خيرا منها. فالنبي قام غضب، وهو ما بيغضب بيحمر وجهه او داجه كده بتنفر، لا والله ما ابدلني خيرا منها فقد صدقتني حين كذبوني واعطتني حين منعوني واوتني حين طردوني وقد وهبني الله منها الاولاد ولم يهبني من نساء الارض غيرها. طب هو يعني كان ممكن ساعتها يعدي الموقف ويقول لها او يبتسم ويسكت مثلا، صح؟ بس هو ساعتها بقى ايه؟ هو اللي خلاه يتكلم الكلمه دي ان هو وفي بالحق. افهم قصدي؟ يعني انت دايما كنت المره اللي فاتت من البودكاست اللي فات سالتني انت ايه اللي خلاك مش عارف تعمل ايه وتحارب ايه، وطارق يقول لي انت راضي قلت لك حاجه واحده بس، ايه اللي رماك على كلمه حق بس، كلمه حق تقولها. ومعلش انا هقول لك كلمه بمنتهى البساطه، انا بين يوم وليله ربنا انعم عليا وسخر ليا كميه بشر انا كنتش متخيل ان هم يقعدوا يستنوني كويس. لو انا في التوقيت ده وما ربنا اللي وهبني وهو اللي سخر ليا، صح؟ انا كنت مره بصلي وبقول ايه بلاش تتكلم في الموضوع ده، والله اقسم بالله وحصل. وفي السجده قال لي هو مين اللي لم لك الناس؟ مين اللي خلاك تبصرك بالعلم اللي انت عندك؟ مين اللي خلاك ناس تشفع على ايديك وانت قليل الحيله ضعيف مطرود مرفوض مفصول مشطوب، صح؟ مين هو اللي عمل كده؟ ربنا. فانت يوم ما تخشى حد غير الاله يبقى انت فتنت. خلي بال حضرتك برضو فتنه الناس في الارض مش مال وعيال بس، الفتنه اكبر من كده، يعني الفتنه اكبر من كده.
والحته دي انا بحب اتكلم فيها مع طارق بالذات. ليه؟ طارق سنه من سني، والدنيا جت عليه قوي وداست على وشه لما قهرته، يعني انت فاهم. بس هو راجل اتعمل، افهم قصدي، ما خلي بالك احنا بتجاربنا بنتعمل، وما تنساش ان التجارب دي ربنا اللي حطتها لك اصلا، يعني هي اختبارات. ما هي انا قصدي اقول ايه. بص، ربنا لو اراد ان يجعلنا امه واحده كان جعلنا امه واحده. امه واحده مش معناها امه يعني امه واحده على دين واحد، لا، هو امه واحده يعني وان تيرن. يعني نيجي مليار 8 مليار شبه بعض يعني. لا مش شبه بعض، 8 مليار ونخلص. اوكي. وامتحان مره، ما هو امتحان برضه بس مره. لا هو جعلنا اجيال متعاقبه. ليه؟ عشان هو عايز منك انت تفطن لحاجه معينه، تفطن انت لوحدك. يعني انت هو مش حاطط لك كتاب قدام عينك بيقول لك اقرا غصب عنك، لا، ده هو عايز يقول لك انت تفكر. انت دلوقتي عندك حاجه و40 سنه كويس، قدامك عندك حاجه و60، وقدامك واحد حاجه و20، وقدامك واحد لسه مولود. حكمه ربنا في توالي الاعمار وتوالي الاجيال دي قدام عينيك لازم يخليك تفكر هو ايه التكرار ده، صح ولا مش صح. وطالما النهايه محتومه يبقى اكيد في حاجه لازم تأديها قبل النهايه دي ما تيجي، صح ولا مش صح. وموضوع اختبارات وابتلاءات، الكلمه دي ممكن نقولها فض مجالس، لكن لازم تكون انت فاهم حاجه تانية. ربنا بيصنع من البشر اشكال واصناف ورجال معينين. عشان كده يقول لك ايه؟ رجال عاهدوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا باشا لازم يكون في كل جيل من الاجيال دي رجاله جداد تشيل على مسؤوليتها وعاتق كتافها مسؤوليه تحقيق الحق واظهاره. فانا لما جالي وانا بصلي بقول ايه؟ ما تسكت. يعني انت لو سكت عن دي اكنك تغاضيت عنها. مش لازم تكون انت احجمت واديت لها ظهرك او جبنت عنها، لا، هو في حد ذاته ده جبن. خوفك من العواقب او تعمل حساب العاقبه اكتر من حساب الاله، ده في حد ذاته فتنه. ما هو انت خلي بالك، الفتنه لو قلناها حب الكرسي او حب السلطه او حب التملك، حب الولد، فاهم؟ فده نوع من انواع الحب. في منهم حب فطري اللي انت مفطور عليه، هتحب ابوك وامك في الاول وبعد شويه هتبدا تنزلهم درجه وبعد كده تحب عيالك اكتر وبعد كده تحب زوجتك، انت فاهم قصدي؟ ده الحب الفطره. لكن في حب تاني لا، حب بيبقى مكتسب، اللي هو ايه بقى؟ لا انا وصلت الكرسي، وصلت المكانه، فلو انا قلت الكلام في المكانه اللي انا فيها دي ممكن تضر بيه، صح اللي انت قلته من شويه. انا ما قصديش كده خالص، معلش اسمح لي اوضح لك. انا وضح لي. بس يعني في مسؤوليه برضو عليك كرجل وكعالم وراجل مؤثر. انا دلوقتي عشان افهمك وانا ما اعرفكش لازم اسمع منك الحوار ده، او لازم اتفرج لك على لايف ساعتين على بعض عشان اعرفك، صح. لكن لما انا اكون قاعد والاقي حد بيقول اديها بالطاسه، انا كده يعني في ما مسؤوليه تديها عليك بالطاسه وخلاص. والله العظيم في مسؤوليه عليك بمعرفتك ان بقى في كتير بيجتزأ من كلامك وبيسخر لخدمه تشويق تانية. فاهم قصدي؟ فوقعت عليك في مسؤوليه. لانه مش هقول لك لا والله قصده كذا وعنده مرجعيه وده هدفه. يعني انت هدفك انك تيسر الامر على الاولاد الشباب الصغيرين وانهم يتجوزوا. انا عايز الست تتستت كمان، انا عايز الست تتستت تاخد مكانتها. خلي بالك انت طول ما انت عايش انت والست وحاطين في دماغكم ان انتوا شركاء حياه، انت اجبرتها على بعض الالتزامات هي مش عليها اصلا. يعني انا مش هرضاها لبنتي، يعني انا مش هرضى لبنتي، ما انا لسه بقول له هجوزها لفيصل، مش هرضى لبنتي انه يجي يجوزها لها ويقول لها ايه هتنزلي تشتغلي دوام، لا مش هرضى. هي تقعد ست بيت، ست هانم، فاهم؟ ومش بطلب برضه انها تحقق لها فوق الطبيعي، لا، ولا فوق في مقدرته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما فوق مقدرته الماديه، فنزلت فيهم آية وهم أمهات المؤمنين ولم يعصمنا من كيد النساء. ما خلي بالك النساء ليهم كيد يا طارق بيه، وانت فاهم القصة دي. انت راجل صاحب بص في السقف. لكن لا، كيد النساء هم مفطورين عليه. يعني الست كده صاحبة مكيدة ما فيهاش كلام. فهو قال ايه؟ قال ان كنا تردنا الحياة الدنيا فتعالينا امتعكن، يعني تاخدوا فلوس متاعكم واسرحكن سراحا جميلا. يعني قصه بسيطه، لو الست طلبت منك فوق طاقتك قدامك حاجه من اتنين، يا تشتغل فوق طاقتك يا هتروح تبص لحاجه غلط تعملها، تسرق بقى، تختلس، تبص للي في ايد غيرك. ما خلي بالك، ما هو ده
نوع من انواع الفتنه برضو. ما هو انت الفتنه هتجيلك ازاي؟ انت انا ما معيش اللي يكفيها، فهتبدا هي تحسسك ان انت اقل من اللي هي متوقعاه، ان انت مش فاتح احلامها. يا باشا خلاص معلش انا اسف. ما هو سيدنا عمر بن الخطاب ما تقدم لكذا واحده ورفض، قال له لك لا مش عايزينه، ده بالرغم ان هو ده مين؟ ده عمر. اترفض ليه؟ قال لك لا ده فظ، انا عايزه واحد ياخد باله مني ومن رفاهيه مشاعري. خلاص كل واحده عندها طموح معين، بس انا مش مطالب ان انا احقق ليها التشيك ليست كلها، ولا انا غلطان؟ لا طبعا مش غلطان. هي المشاكل الاجتماعيه اليومين دول كمان كبيره قوي. ايوه والنبي استنى نقف ونسمع بقى منه الحته دي اهو هيتكلم اهو. لا ده حقيقي، ده طيب. حقيقي ودراسات ومعموله. يا دي الدراسات بص راجع بيها للدراسات ده النبيل. انا بحب الدراسات جدا اكتر من الجغرافيا كمان. لا بس لا يعني في حالات الطلاق وحالات الانفصال يعني. تعرف ان انا ما بقيمش المجتمع بكميه الطلاق اللي فيه. لا انا عندي مشكله تانية، ان تسمع عن واحد قتل مراته او واحده قتلت جوزها، ده بقى النهايه اللي احنا مش عايزين نشوفها اصلا. انا لما اسمع ان اتنين اتطلقوا في هدوء وبقوا اصحاب، انا معظم الاكسس بتاعتي اصحابي وبنتكلم وبنعايد على بعض، الا قليلين منهم يعني اللي حصل مشاكل كبيره، لكن الباقي كله احنا اصحاب. وطارق مجرب وانا مجرب وفي غيرنا مجرب ان انت لو العلاقه خلصت بهدوء وسلاسه، كل واحد مننا يروح لحاله، احسن بكتير من ان انا يجيلي الزهايمر او هي تكون نهايتها في مستشفى المجانين. صح ولا مش صح؟ ولا انت سكت ليه؟ سرحت في حاجه. انا افتكرت حاجه مش عارف اقولها ولا لا. انا في حته الطلاق ديت مثلا. انا في اولاد عندي تمام، فكنت الاول بعند مثلا لو قالت لي حاجه وحشه ارد ما اعرفش ايه. بس من فتره كده وخلصت ما بقاش موجود منه يعني. بس من فتره كده، من فتره من غير مذكوره، الاقي التليفون جالي الو انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. هيستيريكال طلقتي مش ده شغل هيستيريكال ده. فانا ده فراخ ده ايش فراخ. لا على فكره احنا مش متجوزين يعني. ايوه انت مالكيش حق تقولي لي الكلام ده، بس بمنتهى الهدوء زي ما كلامك كده بالظبط. فمره في التانية خلاص بطلت الحمد لله. قبل كده كنت اعند بقى مين اللي اتضايق؟ الولاد. فاقول كبر دماغك. ما هو انت بتشتري برضو الحاجه لمصلحه الولاد، وده اللي انا بكلمه لمصلحه الولاد برضو. اصل خلي بال حضرتك، الولاد لو هم اتربوا في جو مشحون حتى لو ما فيهوش خناق بيتاثر جدا نفسيا، بيتاثر نفسيا وبيطلع كاره العلاقه. لكن احنا دلوقتي الجواز سهل جدا، احنا اللي صعبناه في دخوله وصعبته في الخروج منه. انا كل اللي بقوله خليها اسهل، يعني خليها اسهل. هم خدوا مني اجتزقوا الحته اللي انا بقول لهم ايه، لو قالت الطاسه بتتخربش طلقها، لو قالت انت السبب في اللي احنا فيه طلقها، لو قالت لك انت السبب في ازمه العيال النفسيه طلقها. يا باشا ما انت بتحل مشكله اهو. بس كده ما حدش هيبقى في بيوت مفتوحه بقى. حلوه قوي، فتحنا بيوت تاني. ما هو انت قفلت بيوت، ما هو ما اتقفلتش ضبه ومفتاح. ما هو انا ما قفلتهاش وانا خارج حرقت الباب، لا انا خرجت وسبت الله، ما انا سبت الباب مفتوح. بالعكس انا دايما بقول لهم حاجه، انا بقول لهم وانا بطلق بقول لها ربنا يوفقك في حد تاني. اكيد بقى كنت انت ربيت لغيرك يعني. انت طبعا وبقى فرحان ان غيري هيجرب برضو اللي انا شفته. ما هو انا دلوقتي انا الوحيد اللي خدت يعني. ما هو انت دلوقتي خدت مثلا، انا اسف يعني في البتاع، خدت خازوق. انا الوحيد اللي اخده في العالم كله، ما حد غيري يجربه هو كمان. كلنا يعني واخدينه يا ريس. بس خلاص يبقى احنا في ناس بتتكلم وفي ناس لكن هو نبيل في ناس بتقول ايوه. لكن هو بص اقول لك على حاجه، هو نبيل اثار نقطه ودي انا مش عارف اتحكم فيها، اللي هي ايه؟ واحد اجتزأ من كلامك انت كلام صحيح، وطلع قال انا قاعدين انا وهو، انا وطارق في قاعده، وجيت خرجت من القعده دي قلت لك طارق قال كذا. انا غلطان اصلا ان انا نقلت كلام على لسان طارق ما هو ما ادانيش بيه تصريح. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا اجتزأت الجزء اللي ممكن يضايقك انت وجيت حكيته لك، لكن ما قلتش قبلها طارق قال ايه، ده نبيل ده كويس، ده محترم، ده ابن حلال، ده جدع وصاحب صاحبه. انا قمت جايب الحته الخازوق اللي هو ايه، نبيل ده راجل بخيل قوي في الفلوس. طب انا انت ذنبك ايه؟ هقول لك انا يا دكتور، ذنبك انك بتتكلم ان بابليك وكلامك متسجل وهيتعرض على ناس كتير جدا. خلاص انا بقى كده اتكلم في سري، واللي هيسالني على حاجه اقول هرد خاص. هل تفتكر مش ان ده مشكله؟ هي بس في مسؤوليه صغيره انا مش هشيلها من عليك برغم يعني معزتي ليك، بس مش شيلها من عليك عشان انت عندك منبر كبير
في ملايين الناس بتشوفك، ونص الملايين دي بتحبك، والنص طب التاني لعلمك عايز يغلطك. صح. وانت بتديهم الحق. صح. يعني مالك ومال عبد الحليم دلوقتي؟ راجل مات الله يرحمه رحمه الله عليه. طب انا ايه اللي قلته في حق المرحوم؟ على فكره انا بحب صدق عبد بالله الحليم جدا. انا ما اعرف، انا شوف. بس سمعت الهوجه اللي بعدها. هقول لك على حاجه، بص في ناس بتحب الترند، يعني في ناس بتحب الترند، ودلوقتي انت اكيد عارف ان اللي بيجيب اسمي بيحقق مشاهدات. يعني انا كان في واحد بيطلع هو والله بجد يقوم جايب اسمي وصورتي وهو مشتوم على فكره في الحته اللي هو قاطعها دي، هو مشتوم وفرحان باللي بيحصل فيه. بيجي له الكومنتس بتاعت على الفيديو بتاعه شتيمه فيه هو شخصيا، ومع ذلك فرحان. يقول لك شوف اتباعه، يعني حتى شوف الكلام اللي بيقوله بيحاول يضايقهم. قلت في كام يوم هطلع لايف وما طلعتش. واحده بتقولي يا رب يكون المنع خير، واحد داخل يقول لها هو بعد ما قل منكم وما طلعش، هو انا طالع في بيتكم؟ ما انا قلت طالع وعندي ظروف، ما انا بني ادم برضه. لكن المرحوم عبد الحليم يا جدع انا متربي على اغانيه. بس انا كل اللي قلته وقتها احنا رجاله مش ناس طريه. ذاتس ات. يعني انا ما اقعد طول النهار اسمع اغاني فيها اثاره لمشاعري كشاب، وطول النهار بتكلم في نحنحة وعياط ولهيب بالشوق وبكاء على الأطلال والكلام ده كله. أنا هبقى فاضي إمتى لعبادة ربي أو إن أدور على رسالتي؟ ده اللي أنا قلته. قلت كمان وأنا كملت في نفس الفيديو يا طارق، قلت ما هو دول سلموا بعض لحد ما وصلنا لطارق عاشور وتامر حسني، وبقينا طول النهار نحنحة بس، وناس بتموت نفسها تحت الستيج بتاع ده ولا ده. صح ولا مش صح؟ رد عليا. ما لا هي فعلا صح. الافوره. هل ده طبيعي؟ لا طبعا. هل ده طبيعي؟ يعني انت ترضى ابنك؟ ده في ناس كانت بتموت في حفلات يعني. ده سلوك يعني ناس غلط يعني يبقى احنا لازم نتصدى ليه. انا قصدي اقول لو انا الحته دي ما وقفتش قدامها وجبهتها بصوره قويه، انا هعتبر نفسي انا قصرت. ليه؟ هقول لك على حاجه. هو الناس شايفه ان انا طف شويه او غليظ في بعض الكلام، او انا بدعي هذا الاتيتيود. لا انا ما بدعهوش، انا عشته وجربته. وعلى فكره انا كنت اسهل واحد اتجوز واسرع واحد يطلق. انا كنت بقول الكلام ده لطارق في العربيه واحنا جايين. يعني كانت الست من اما كنا قاعدين وحصل استلطاف وتقول لي تيجي نتجوز، ما كنتش بفكر. اقولها لو ظروفي انا مناسبه ليكي وامكانياتي الماديه مناسبه ليكي انا موافق وخلاص، انا موافق. بس وقت ما احس منها زمجره بقى وتعدي على خصوصيتي، يعني انا شايف ان الست مش من حقها تقول للراجل انت اتاخرت بره ليه، ولا تقول له انت ازاي تدي فلوس لاولاد اخوك، ولا تقول له انت طلعت ايه لله، البيت محتاج. لا هو اللي يقرر. ولا تقول له باسورد تليفونك كام، ولا تقول له واحده كلمتك وانت مش موجود. مش قصتك انت ليكي حدود مع جوزك. ولا تقول لك زيك زيي، مش فيش زيك زيي دي خالص. ما برضه سعاد حسني قالت البنت زي الولد وانا علقت عليها. بس الفكره في ايه؟ ان سعاد حسني ملهاش حد يرفع عليها قضيه. فهمت قصدي؟ لكن عيله عبد الحليم ما ورهمش حاجه بقى، فيقول لك اتحركوا بدعوه قضائيه. لا ما هو اصل احنا مش فاضيين بقى للشغلانه دي. هم بابليك فيجر زي ما انا بابليك فيجر بالظبط. كويس كلام. فانا لما اتكلم النهارده وانا غيري بيشتم فيا، هقعد بقى اجري ورا كل واحد قال عليا كلمه، وبعدين انا ما اتكلمتش كلام يخص شرفه ولا يخص كرامته ولا يخص انت كنت بتتكلم عن الجانب الفني يعني. جانب، ما هو مش جانب فني، ده تاثيره في المجتمع. عبد الحليم في جنازته ناس انتحرت من البلكونه، ما هم في النار دول. الله، هو انتحرت ان شاء الله ماتت في شهيده يعني، ولا ماتت وهي بتأدي مهمتها؟ ما انت بتضحك على ايه انت كمان؟ ما ترد عليا يا عم. هو احنا قاعدين في تحقيق نيابه؟ لا احنا قاعدين نتكلم مع بعض. انا مش هلوم عليه هو، ان ده سلوك ناس. انا النهارده ناس بتحبني وعملت اللي عملته، انا مش هلوم عليه هو. وبشوف برضه ان في توازن ما بين مثلا عبد الحليم كان في ساعتها وعدويه موجود. استنى بس عدويه دلوقتي في تامر حسني وفي عدويه. لا عدويه كان مش بس ما هو توازن. هو اللي عايز ده يعني. انا مثلا انا طارق نفسي ممكن اسمع اغنيه لعبد الحليم بكون محتاجها وفي المود بتاعها، وشويه اسمع انا هقول انط جنبي بالأوكابي. لا وعبد الحليم مثلا وام كلثوم مثلا. ليه انا بحب اسمع اغنيه مثلا عايم في بحر الغدر. طيب. بس انا قصدي اقول ايه، ما انا هقول لك على حاجه. انا بعتبر ان الاغاني دي بتربي اجيال. ليه؟ احنا كشعب عربي يا استاذ طارق بيه، اللي قبلينا، الجيل اللي قبلينا اتربى على قصائد، واللي قبليهم اتربوا على معلقات.
فهتلاقي امرؤ القيس ده كان من اكتر الناس اللي بيتكلم في الشجن والاطلال ويقعد يبكي على الصخره ويفتكر حبيبته وبتاع. عارف اكتر واحده خذلته مراته، وكان فارس هو كمان، وكان ما هو المقصود من الكلام، هو كان شخصيه بقى متكامله، كان راجل امير ابن امير وراجل معاه فلوس وبتاع، وكان حبيب، وكان راجل هو كان حبيب. ايوه حبيب هو عنتر بن شداد، ما هو كان في عز ما هو كان فارس مغوار وكان راعي غنم. صحيح، راعي غنم وبيحب واحده حره. تمام. فلقنا بقى ليل ونهار وليلى واسمها ايه دي عبله مش انت سمعته ولا هو اللي جالك لحد عندك؟ باشا هو بالظبط، انت سمعته حبيت بالظبط. يبقى الكلام بتاعه هو اللي اثار فينا الشجن، ما اعترضتش برضه. على فكره في دكاتره كتير سايكاستريست بيقولوا ان انت لما بتبقى متضايق ولا لا صح الاول مش هعديها لك. هنشيلها في المونتاج. لا خليها زي ما هي. سايكاتري سايكايتريست. بيقولوا ان انت بيقولوا ان انت وانت متضايق او انت عندك اكتئاب او حاجه ما تسمعش اغاني كتيره تثير الاكتئاب، صح، وتثير ليه. والقران جه في الحته دي وقال ايه على الشعراء يتبعهم الغاوون، وصفهم بايه؟ في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. يعني اصل خلي بالك القران لما جه بسجع وبطريقه عرض فيها لغه ما عرفهاش العرب، فقضى بوجوده على الشعراء. ليه؟ كان الشعراء اصلا هم اللي بيجلجلوا الارض، يقوم حرب. يعني حرب البسوس اللي قبل الاسلام قعدت 100 سنه قومتها واحده ست بكلمه 200 شعر، عشان ناقه باينه، عشان ناقه اتضربت بالبتاع، فاهم؟ قومت اهل اولاد بنتها على نسايبهم، وطولت قعدت بقى 100 سنه ويقتلوا بعض وده مش عارف ايه. حرب قامت على قصيده. عنتر بن شداد كان يجي يقول له تعالى يا عنتر الحقنا، يسيبهم قاعدين بيتقتلوا ويقوم قاعد قايل 200 شعر. يا عم ابوس ايدك لله، قوم بقى شوف لنا المصلحه يا تتنيل تسكت. انت فاهم قصدي؟ لكن المقصود من كلامي ان ربنا سبحانه وتعالى حتى قال على الانسان علمه البيان. اللسان يقوم حاجات ويقعد حاجات. امال انا اتطردت من ايه؟ من اللسان. كلمه انا قلتها. انت فاهم ازاي؟ يعني يوم ما النقيب كلم عمرو اديب في التليفون، عمرو اديب قاله بصراحه بس هو دكتور ضياء العوضي ده مقنع، فقالوا ما دي المشكله. عرفت بقى الموضوع فين؟ ان ممكن لسان يحمل البيان في غير الحق يمشيك في ضلال، ولسان تاني عشان خاطر مش قادر يقوم بالمهمه كلمه الحق تدفن بسببه. فانا كان وظيفتي ان انا طالما ربنا اداني لسان واداني فيه بيان وخلى ليا جمهور، خلي بالك ما هو الكلام ده مش بمزاجي. انا لما الناس بتقولي هنكرهك لو قلت واتكلمت في حق مين وفلان يا باشا مش بمزاجك. لو انا هستنى حبك ليا عشان خاطر انا بتنحنح، لا. عشان كده انت في قدامك انت اكيد وانت شفتهم ناس كانوا سيلبرتيز واتناسوا هم عايشين. صح. يبقى الموضوع مش في ايديه لا بالوسامه ولا بالكاريزما، لا، ده ربنا جمع لك الناس بشكل معين. لو انت اديت ظهرك لكلمه الحق وقلت لا عشان خاطر ما اخسرش حد، لا قولها وخلاص وسيبها على الله، سيبها على الله. لكن انا بشايف ان تطور الشعر العربي والقصايد دي بقت لحد النهارده المهرجانات، يعني مرورا بقى في النص بالرومانسيين فريد الأطرش وعبد الحليم وام كلثوم والطقم. يعني ام كلثوم دي كانت بيقعدوا لها انت زعلان من اللايف بتاعي ساعتين، ما بقولش فيهم كلمه متكرره بالمناسبه. يعني الراجل ده لو شاف لايف ليا انا ما بقولش كلمه فيه متكرره. كانت ام كلثوم الله يرحمها تقعد تعيد في الكوبليه الواحد 10 مرات، وكل مره يقول لها الله يا ست مأجره 6 ورا، ويقول لها انا جايلك من طنطا بيع اردبين القطن وجاي صرف فلوسه كلها عندها ساعتين يسمعها. انا جدتي كانت بتيجي من لبنان تحضر الحفله وترجع تاني. طب شفت؟ طب بذمتك انت ده بقى مش طرف؟ ده مش طرف زياده. طب ما كان جدي مدلعها بقى يا بختها ويا بخت جدك الله يرحمه والله العظيم. انا شايف ام كلثوم وعبد الحليم حافظ يعني هم جزء من الشخصيه المصريه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وكانوا اداه كمان، يعني اداه، يعني اقدر اسكت بيهم جماهير واقعد بيهم جماهير وصح بيهم برضو وصح بيهم ناس وصح بيهم عزايم. يعني بالدليل ان ايام
نكسة 67 الناس دي هونوا على المصريين كتير. وكمان دعموا ودعم هم طلعوهم كانوا بيطلعوهم على الجبهه تحديدا يعني وسط العساكر يرفعوا عشان يرفعوا روح معنويه. يبقى معنى كده انت ما تجيش تغفل دول ولا اثرهم في المجتمع بالظبط. واما اجي اتكلم عليه في اثره في المجتمع انا حقي انتقد وافند واللي يعجبني اقوله واللي ما يعجبنيش اقوله غلط. الناس بقى تزعل ما تزعلش، اهله اتحركوا ما اتحركوش، لا سكه قضاء بقى بيني وبينهم القضاء. ولو انا لقيتهم تعدوا في حتى في دعواهم انا هاخد الاجراء المناسب برضه ما فيهاش كلام. ست محلو النهارده يا دكتور والله العظيم انتوا اللي جايين محلوين النهارده. وبعدين انتوا خدتوني المره اللي فاتت على السخن، النهارده جاي عملت على ايه مختلف ولا يمكن الايام احلى شويه؟ لا هقول لك، انا ايام رمضان كنت برضه ايه متزهد شويه. انت استلمتني وانا كنت ماشي على ميه وتمر، كان بقالي 12 يوم. انا النهارده بقى ايه باكل سمك. ايوه دخلت شويه اكل جديد. وبعدين السمك هنا حلو كمان، السمك هنا ممتاز. السمك هنا ممتاز بصراحه. المحلي بقى اي حاجه محلي طالعه من البحر تاكلها وانت مرتاح انا اكلت سمكه هنا اسمها صافي، وكلت سمكه اسمها شعور، دي هنا بلدي اماراتي. بلدي ايوه هي جايه لي من السوق فعلا. وسمكه قاروس، كلت قاروس. القاروس هنا بلد القاروس. واقول لك على حاجه، هقول برضه اللي هو اللي ايه اللي هو سيباس صح سيباس. بس انا كله باكله سير ده بقى اللي هو ايه بحطه في زيت بقليه على ظهره اللي هو فيه القشره. يعني انا قسمتها نصين كده يعني فتحتها سنجاري واقليها في الزيت بس على نار هاديه لحد ما تلاقي لحمتها من جوه استوت. يعني مش بقليها كده ومن غير طبعا اي اضافات، لا دقيق ولا الكلام ده كله، شويه ملح على وشها بس اللي فيه اللحمه. بس الناس قاعده تقول شوف النظام عمل فيه ايه وخس ازاي وما اعرفش. ما هو لازم اخس، انا لازم كلنا نبقى سمول. يعني النهارده نبيل انت مش جاي خاسس ووشه متحدد، ما احنا لازم النهارده هقول لسعادتك على حاجه دي كويس ان انت طرحت القصه دي. بص يا باشا، احنا لازم مقاييس الشكل تختلف عند الناس. لان انا امي طبعا كانت اول واحده معارضه ليا. ليه؟ هي كانت شايفاني طبعا انا فيديوهاتي القديمه ما شلتهاش بسببك انت، انا كنت هشيلها، انت اللي قلت لي خليها. والله العظيم كنت هشيلها، وحياة ديني كنت هشيلها، انت اللي قلت لي خليها. صح قلت لي خليها عشان يبقى الناس تبقى شايفه قدام عينيها. الفيديوهات دي بقى لها 7 و8 سنين. سبتها ليه؟ وشي الاول كانت امي تقول لي ده انت وشك زي القمر. ليه؟ هي واخده على الوش المربرب اللي هو مدور كده. انت عندك خدود بقى. ما خدود دي بقى عباره عن ايه يا حاج طارق؟ بيض على فراخ، ما فيهاش كلام. يعني انت فاهم. وانا كنت طالع لسه، يعني انا اول ما اتكلمت حتى قبل ابقى مكتمل النظام تماما. النظام ده اترستق في دماغي على مدار 5-6 سنين. قاعد انا بدور وبقلب الدنيا، فاهمني؟ مش هنقولها جت باي ذا واي، هي جت قدرا برضو، ربنا بقى يبصرك بحاجات. لكن مقاييس الجمال النهارده ان انا اقدر اقول لك على حاجه، وش نبيل النهارده اترسم صح، اتحدد. يعني بقى هنا الجو لاينز بانوا، العظم بتاع وشه بان. انا دايما كنت زمان اقول لهم ايه، شوف يا عم انت تماثيل امنحتب وتحتمس ورمسيس، في حد فيهم وشه مدور؟ لا كلهم دايما وشهم عامل كده والدقن عريضه. هي دي المقاييس الحقيقيه. هم بياخدوا منها مقاييس الجمال لغايه دلوقتي. بالظبط. فاحنا نيجي النهارده نحكمها دي. انا خسيت طبعا، خسيت كتير. انا النهارده بلبس اكس سمول. يعني دلوقتي احسن، يعني وشك رايق اكتر من. هي مش العبره مش في الوزن برضو، هي العبره في هل انت قادر تعمل النشاط اللي انت محتاجه يوميا. انا حتى لو كلمه وزن مسليدنج، يعني كلمه وزن مسليدنج. صحيح. انا يعني اخر لايف كنت جبت لهم ازازه ميه 300 جرام ونفس كيس التوست 300 جرام. ده حجمه تخين وده حجمه رفيع، بس نفس الوزن الاتنين. انا وزني اكسيدنج 84 كيلو بس بلبس اكس سمول وطولي 176 سنتي. فلو حسبتني على البي ام اي اللي هم بيقولوه انا اوفر ويت. معايا؟ انا اول مره اعرف ان انت وزنك 84. معدي ال 84. شكلك اطول من كده كمان. انا بقول لك انا وزني، انا طولي 176 177 ووزني 184 كيلو. بس انا بلبس اكس، مالكش دعوه بالوزن. صح. انت ايه بالظبط مقاس هدومك؟ ده اكيد ده انت، ما هو انت بتلبس وزن عظم. ما هو حضرتك انت زي الموبايل الموبايل الايفون تلاقيه رفيع كده بس تقيله. ليه؟ الجولد كثافته عاليه جدا. يعني هو الجولد كمعدن اتقل معدن على وجه الارض. كويس. عشان كده بيقول لك كل الذهب اللي موجود اللي مكتشف ما يملوش 3 حمامات سباحه اولمبي. تخيل كل الذهب اللي موجود، مع انه وزنه تقيل جدا. عشان كده اما تيجي تجيب لي اسوره نحاس واسوره ذهب والاتنين نفس الحجم،
الذهب اتقل بكتير، طبعا 3 اضعاف. الاونس حته قد كده. الاونس بالظبط، يعني الاونس ال 100 جرام كلها حته قد كده. فمعنى كده ان كثافتك حاجه وحجمك حاجه. انت فاهم قصدي؟ ما هو الكثافه بتساوي الكتله الماس على فوليوم، دي الكثافه. حلو الكلام؟ حلو. اتقل سائل الميه 1 لواحد، يعني ايه؟ يعني الكيلو ميه هو اللتر الميه. عظيم. عشان كده الميه بنستخدمها في التوربينات، ما استخدمش الزيت خفيف دينستي كثافه. المقصود من كلامي ان ممكن واحد يبقى كبير الحجم روبوست كده، بس هو ما تزقه ملوش استابيليتي. ما هو انت الاستابيليتي بتاعتك فين؟ انت ليك مركز ثقل في حته معينه، ما يبقاش بالحجم كده. عشان كده كان في لعبه اسمها فاينل سلاب، كانوا عاملينها في موسم الرياضه اللي فات. بتلاقي الواد صغير كده ويضرب واحد بغل قدامه بالقلم يوقعه ويجيبه يترنح. ليه؟ هو الاستابيليتي بتاعته مش قويه. يبقى القصه مش قصه حجم على قدها ما قصه ايه؟ قصه انت كثافتك ايه. واللي بيعمل كثافه حاجتين، عضلات والعظم. الدهن دايما، لو انت تخيلنا يا باشا انت جزار، وانت بصراحه لايق في اللقطه اللي جايه دي كويس. كيلو اللحمه، انت بتشتري كيلو اللحمه قد ايه؟ والله من غير دهن حته قد كده. ها بالظبط. شوف ايه الطريقه قد ايه، بسم الله ما شاء الله اهو. حته كيلو اللحمه بقى ايدي قد ايه كده. لو قلت له بقى هات لي كيلو ليا، هتلاقي كيلو ليا قد كده، مع ان اللي كمان ككثافه اتقل من الدهن العادي، من الدهنه العاديه، لان لسه فيها تيشو. جزار بقى. ايوه ما انت بقى شفت انت مش سهل وجوده في البودكاست بيوزنه. صح ولا مش صح؟ طب تفتكر ليه بقى الدهون؟ عشان كده تلاقي الست تبقى كبيره قوي في حجم وتلاقيها 90 كيلو وزنها صغير. ليه؟ دي بقى بتبقى عامله زي السفنجه، لا عظم ولا عضلات، هي عباره عن شويه دهون وخلاص. وخلي بالك انت في عمليتين بيحصلوا في نفس ذات الوقت، يعني ان باراليل. طول ما انت بتعبي دهون انت بتفقد في كثافه عظمك وعضلاتك. عشان كده دايما عيان اللي هم بيسموه السكر بعد ما بيبدا الانسولين يقول لك ايه، انا حجمي بيزيد مع ان وزني بيزيد حاجات بسيطه، يعني كان 90 بقى 92، بس ضرب 4 مقاسات زياده. ليه؟ عشان في نفس التوقيت اللي انا بعمل فيه اللايبوجينيسيس او تكوين الدهون وتكوين النشويات، انا في نفس الوقت بعمل ماسل ويستنج وبنخور في عظمه. عشان كده بالصدفه تلاقي نفس العيان بعد كام سنه يقول لك ايه، انا عندي اللي هو بيسموها اوستيوبروزس، اللي هي ايه بالعربي؟ هشاشه عظام. ويروح يعمل الدنسي يلاقيها بقت خفيفه قوي. طب اقول لك على حاجه تانية احلى، العضلات اتقل من العظم. يعني لما تيجي توزن شويه عظم، يعني ما هو هنسال الباشا اهو، لو احنا جبنا كيلو عظم وحطيناه قدام اللحمه هتلاقي اللحمه هو حته قد ايه كده، لكن هيجي يجيب بقى ماسورتين كبار وما يكملوش نص كيلو. ليه؟ لان معظم التيشوز على قد الووتر كونتنت بتاعها. كلام كبير ده. يعني انت قد ايه بتحتوي من الفلويد او من الليكويد، عشان نبقى كلامنا صريح ان الفلويد منه ليكويد وجاز. قد ايه من الليكويد ووتر. عشان كده الجهاز اللي هو اسمه امبادي هو بيعرف منين قد ايه عندك عضلات منين. هو اصلا الميكانيزم او هو قايم على البرنسبل بتاع الحاجه اسمها الكتريكال امبيدنس، يعني المقاومه الكهرباء. فهو المفروض اما انت بتقف عليه بتقف بير فوت، فبيوصل كهرباء من رجليك وبعد كده حاجه بتقيسها من راسك. فالتيار الكهربائي وهو ماشي لو عدى في حاجه فيها ووتر كونتنت عاليه بيعدي بسرعه كويس. وكل لما يقل الووتر كونتنت لحد ما يوصل شبه زيرو في الدهون زيرو ووتر خالص. عشان كده طارق اما قال اللي هي بتوزن اكتر من الدهنه العاديه، لان لسه فيها بلاد فيسلز وفيها دم. عظيم. لكن الفات السبكوتينيوس ده ما فيهوش اصلا حاجه فما يوزنش. اللي فيه ميه اكتر يوزن اكتر. فعشان كده انا دايما اقول لهم في حاجه اسمها انترستيشال فلويد، يعني في جزء اسمه نسيج بيني في جسمنا. النسيج البيني ده اللي هو اللي ما بين الوعاء الدموي. ما انت دلوقتي عندك شريان وعندك وريد، دم بيروح وبيرجع. في بقى نسيج ما بين الخليه وما بين الوعاء الدموي، ده اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي، بنسميه الانترستيشيوم. ده عباره عن ميه بس، ميه صرف. ودي بنسميها الميه ايه؟ التصريف والانتاك. ازاي؟
حضرتك دلوقتي انت كخليه عايز تتغذى كويس، فانت بتاخد الانتاج بتاعك مش من البلاد فيسل على طول او مش من الوعاء على طول، انت بتاخده من ميه حواليك، والميه دي هي نفس الميه اللي بتعمل فيها بيبي. ما هو انت بيطلع من عندك فضلات، واهمهم ايه؟ الميه الفايضه H2O والCO2 اللي هو الكربون دايوكسيد. انا هوديهم فين؟ في ميه جنبي. فانا بعمل بيبي في الميه دي، وباخد من الميه دي برضو الاكسجين الدايب والجلوكوز الدايب والاحماض الدهنيه والاحماض الامينيه اللي دايبه فين؟ في الانترستيشيوم اللي هو النسيج الخلالي. عارف حسن الخلالي؟ امير الانتقام. طب ركز معايا بقى، النسيج الخلالي ده معلش احنا دخلنا في حته علميه بحته، بس انت فهمتني بسرعه ولا لسه؟ انا طول ما انا ساكت يبقى بستوعب. طب حلو قوي. يعني انت you got the point دلوقتي ولا؟ I got the point otherwise I would have asked you يعني. طب خلاص يبقى احنا واقفين كده عند حته كنت هسألك عشان حلو قوي. النسيج الخلالي ده قد ايه من جسمك؟ 25%. يعني تقريبا لو وزنك 80 النهارده انت في 25% منهم ميه صرف. يعني وزن طارق لو 80 كيلو في تقريبا 20 كيلو او 25 كيلو منه ميه صرف، مش ميه متحوشها، لا هي ميه ده اللي فيها بيحصل الاكسشينج. الميه دي بقى موجوده في شكل ايه؟ CSF حوالين مخه، ان هو السائل اللي هو السحائي، موجوده جوه الرئه سائل عشان خاطر اعرف اكسشينج الجاز. ما هو الجاز هيمشي ازاي؟ الجاز لازم يدوب في ميه الاول. يعني الجاز اللي انا بتنفسه ده مش هيمشي بابلز، لازم يدوب الاول في ميه في البلازما، وبعدين احمله على كارير تاني اللي هو الهيموجلوبين جوه الكرات، وافضل احمل في الميه ومنه على الخليه. فاهم قصدي؟ يعني انا باخده جاز ادوبه في ميه، وبعد كده من الميه على الخليه. نفس القصه بتعملها بقى كره الدم الحمراء دي عند خليه زي خليه الكلي او خليه المخ. معايا طارق؟ يعني كره الدم الحمراء شايله حاجتين دلوقتي، شايله جلوكوز اللي هو التراكمي وشايله اكسجين. تيجي عند خليه مخ، خلايا عصبيه، تقوم عامله ايه؟ مش بتفضي منها فيها، بتفضي في البلازما، والبلازما منها، البلازما دي هي اللي حواليا انا بقى، والبلازما منها للانترستيشيوم بتاع المخ والاعصاب، ومن الانترستيشيوم ده يروح للخلايا العصبيه. ركزت معايا عدى في كام حته؟ يبقى في 2 كومبارتمنت. يبقى الانترستيشيوم او النسيج الخلالي اللي حوالين كره الدم الحمراء دي البلازما، صح؟ وفي نسيج خلالي حوالين الخلايا العصبيه، صح؟ يبقى ميه في ميه. قد ايه ميه في جسمك بقى يعملوا الحركه دي؟ 20-25% من وزنك انترستيشيوم، اللي هو سائل التواصل، السائل الخلالي اللي هو لا جوه الخليه ولا جوه الوعاء. معايا بيه ولا لسه؟ انا دماغي بتلف تاني. الوعاء اهو. طب كلمني بالبلدي طبعا عشان انا افهمك بقى. انا فهمت، بس محتاجه الدم ده مش بيجري في خراطيم، اركز كتير عشان بيجري في اي والله يكرمك. الدم بيجري في خراطيم، صحيح كويس قوي. اللي هي الشريان الخرطوم ده مش هيوصل لخليه حضرتك في دماغك، مش هيوصل لها، مش هيعرف يوصل لها. هو بيغذي يعني هيغذي ازاي؟ ما انا على النسيج البيني لازم اسيب محتوياتي في حته، عارف مكان التسليم والتسلم بالظبط كده، هو ده. لازم في حته معينه دي سر ما ينفعش يخشها افراد. خرج من الدم استنى يا باشا، ما انا هسهلها لك اهو. سهلها لي عشان حضرتك دلوقتي شايل شنطه، والشنطه دي انا المفروض استلمها منك، وانا شايل شنطه المفروض اسلمها لك، بس انا وانت مش هنشوف بعض. يبقى نحطها في بنك بقى في حته؟ لا، هنحطها في حته في النص. هسيب انا الشنطه بتاعتي اهي، وانت هتسيب شنطتك هنا، وانا هعدي اخد شنطتك، وانت هتعدي تاخد شنطتي. نقطه. الحته بقى اللي بيني وما بينك دي اسمها النسيج البيني. ده ميه، دي ارض بقى نو مانز لاند، نو مانز لاند. دي مش بتاعتك ولا بتاعك، مكان تسليم واستلام. هو ده بقى نسيج البيني. زي معمل كده اسالك سؤال، مش انت ساعات بتدي حقنه تحت الجلد؟ ايوه. طب تحت الجلد دي فين؟ سبكوتينيوس. اللي هو سبكوتينيوس ده فين؟ في النسيج البيني. هو ده. وبتروح في البلد برافو عليك. يعني بعد 5 دقائق، عشان كده ما بقول لهم حد بيحقن ركبته بلازما اللي هو البي ار بي مثلا او الهاكس ده هاكس اصلا. ليه؟ خلال تزعل منك دلوقتي يعني انت جيت على دي، ما الناس كلها زعلانه مني. هنيجي على دي ونقول لك بس حته مهمه. بعد ما بحقن هنا الهيالورونيك او احقن هنا البلازما اللي هي مليانه بليتلتس، بعد نص ساعه دي اتوزعت في ال20 لتر اللي انا قلت لك عليهم من شويه. خلاص هتوزعوا، يستفيد من الجسم بحاجه بسيطه بقى برافو عليك. عشان كده الانسولين بيحقنوه تحت الجلد
وبيوصل لحد الدم. وصل ازاي؟ هو توزع الاول على 20 لتر. عرفت بقى ليه جرعته بتبقى ديسبيرسد وما بتوصلش بالكونسنتريشن اللي هم يعني هم حاسبينه طبعا، بس هو ليه بيديه تحت الجلد؟ عشان تاثيره لو اتاخد وريد عنيف يموتك. فما ينزل تحت الجلد بقى توزع على كام لتر بقى بيه؟ ما هو دي مهمه لحضرتك في شغلك ومهمه للعامه يعرفوها. اللي بيحقن في راسه دواء ويقول لك انا بحقن مينوكسيديل لوكال، لا ده مش لوكال، ده هيروح على النسيج البيني اللي هو 20% بارك الله منك. فيك. يعني بعد شويه لو انا سحبت بسرنجه من النسيج الزلالي اللي في ركبتك هلاقي فيه المينوكسيديل. فاهم قصدي ولا لا؟ حقنت جروث فاكتور، حقنت انسولين زي ما قلنا، حقنت بليتلتس في ركبك، بعد 10 دقايق دي بقت ديسبيرسد في 20 لتر. طب بقول لك يا دكتور انا عايز ارجع للحته دي بعد شويه، بس بما ان انا اللي قريت الكومنتس بتاعت الناس عايز اني اتطرق في الحته دي شويه. اول حاجه انا كنت بلوم عليك ان انت بتعصب على الجمهور لا على الكلاينت على عملائك يعني او مرضاك، بس عصبوني انا كمان. انت اتعاملت بالنظام مع الناس. انا صح؟ في ناس والله لوجه الله الكريم قلت لهم ايه، ما انا عارف ان انت كلمتني وقلت لي الكلام اللي اتحكينا فيه واللي انت قلته معايا والاوديو اللي سجلناه سوا ادي للناس. قلت لك تمام، وانت بسم الله ما شاء الله فور فري عملت المهمه يعني. بس طلعوا عيني بقى يقول لك طب احط فلفل، طب اكل بيبسي من، طب اكل، طب انا فاضلكم، انا راجل عندي شغل وعندي عيال وعندي حياه عايز اعيشها. طب خلاص يعني انت دلوقتي التمست لي العذر. انا التمست لك العذر بس يبقى كتر كلنا التزمنا لك يعني. لا انت ما التمستليش حاجه، انت تقعد ساكت خالص. انت من مره فاتت طلعت عين اللي خلفوني. هو دلوقتي الراجل جالي بعد ما قابلني ب3-4 ايام كان طبق النظام على نفسه، وبعدين هو كلم اخته في مصر مشاها على النظام، وبعدين بدأ يتعامل مع الناس العامة البابليك، فبدأ يديهم النصيحة سهلة. بدأت الناس تخنقه بإيه بقى؟ بأسئلة sophisticated. أصل خلي بالك السوفيستيكيشن ده way of thinking، طريقة تفكير. يعني هو بتلاقيه قاعد يقوم قاعد بقى مفتكس. هو الباشا اصل هو الواد احنا مستنينه في 2026 بقى بعد ما طلع عين اللي خلفونا، فاهم؟ جاي بقى يجيب التايهة. طب طالما هو بدأ يعني منع بيض الفراخ، ما انا عايز احط بيض سمان يا عم، مش قصه اللي خلفوك اصلا. احنا قلنا لك قانون، انت ليه دايما بتحاول تجنف عن هذا القانون؟ دي طبيعه بشريه. فطارق اما جرب يحتك مباشره بالكلاينت في الحته دي كفر. مع ان طارق صبور على فكره، يعني انا طارق في التعامل معاه. انا رديت مثلا على البيض السمان في الاول. قلت لا يعني هو نفس المبدأ. لا انا عايز اقول كلمه في البيض تخص البيض اتسلف، يمكن تحل مشاكل للناس في التفكير. طالما انت كان نفسك تتكلم على شويه من الممنوعات، صح؟ احنا اكيد عايزين بس هقول البيض لان البيض في حد ذاته مثير للجدل. ليه؟ عشان احنا متربيين على سمير غانم في المتزوجون من ايام ما قال لها العجه والبيض كله بروتين، انت فاهم؟ فتلاقي كان الناس يخشوا لي يقولوا لي احنا هنجيب منين بروتين والنظام ما فيهوش بيض، وكأن ربنا خلق البيض مكتوب عليه من فوق المصدر الوحيد للبروتين. مع اني بقى دي ضحكه اصلا على الناس. يعني انا عشان ابيع لك لازم اقول لك الالبومين وصله ملان البومين وملان بتاع، فاهم ازاي؟ لا هي البيضه اتسلف دي موجوده في كل الكائنات الحيه اللي عندها كبد. حتى اللي ما عندوش كبد زي الحشرات بيبيض برضه، بيجيب بيض برضه. يعني التمساح بيبيض والفرخه بتبيض، انت فاهم قصدي؟ كل كائن بيبيض البيضه دي. وحتى الست عندنا، يعني الست قبل ما تتجوز وبيجي لها دوره شهريه كويس، كل فيها بس كلمه بويضه تصغير كلمه بيضه. يعني كلمه بويضه اسالك انا ما بقيتش بس انا بس وانا لا انت الموضوع احنا عندنا حيوانات، واحنا قلنا الحيوانات المره اللي فاتت وعملت مشكله مع الناس، فاهم؟ لكن الست هقول لك معلومه تضحكك او مش تضحكك، تخليك تقول سبحان الخالق. اصل تضحكك دي برضه موضوع ساخر شويه. البويضه الست اكبر خليه بشريه على وجه الارض. يعني لو جبنا جسم الانسان وشرحناه، البويضه بتاعت الست بتتشاف بالعين المجرده. اوكي.
مفيش خليه في الجسم البشري كله تتشاف بالعين المجرده. الوحيده اللي تتشاف بالعين المجرده البويضه اللي كل شهر بتطلع منها واحده. عشان كده تعتبر هي الجنين الاصلي. ركز معايا بقى في الحته دي. واصغر خليه بشريه على وجه الارض هي الحيوان المنوي. ده ما بيتشافش، ده بالمايكرو، ده ما فيش، ده ب 10 مايكرونز ولا حاجه ما بتتشافش اصلا. يعني بتيجي تحطه في البتاع، لو حطيت نقطه في البتاع البيضه دي، الترابيزه دي، التاني اصغر منها بكتير. سبحان الله، زي السهم والهدف. السهم يا سلام، مش بقول لك ده معلم بيجيب الناحيه اهو. ايوه الدارت، وانت بترمي الدارت بتاع قد كده، انت فاهم القصه. بس البويضه الست توصل لحد نص ملي تشوفها، او توصل لملي كمان. يعني عارف ملي المسطره؟ تشوفها بعينيك. فالبويضه دي كائن كبير. بيض الفرخه نفس الفكره، بيض التمساح نفس الفكره، البيضه بتاعت السمان اللي بيسالوا عليها باستمرار دي نفس الفكره. مشكلتي معاك الخليه ايه بقى؟ هوضح لسعادتك. هي خليه متكامله جاهزه تبقى الصبح جنين، فتحتوي على كل الجينات المكافئه للجنين. حلو الكلام؟ الله اكبر، كلام حلو ده. ركز معايا. يعني عينيه بشعره بحواجبه بفخاده بضوافره موجوده فيها الماده الجينيه بتاعتها قابله لده. فانت عشان كده تلاقي حتى البيضه ممكن لو سبتها شويه في التلاجة تلاقي فيها بيضه فيها نقطه دم حمراء، صح؟ لو كانت متخصبه يعني. او لو سبتها دفيت شويه تلاقيها متفقسله كتكوت. في بعض الاماكن حصل القصه دي من كتر ما اتركن البيض المتخوط اللي كان بيض متخصب. انا فاكر كنت زمان بروح مع ابويا عند بتاع البيض، لان ابويا كان من هواة البيض. كنا نروح عند الراجل زمان قبل الاختراعات الجديده، كان في لمبه كده. بس شفت المعلم. بالمناسبه بقى انا عايز ااكد على حاجه، ان نبيل دكتور بيطري، عشان المره اللي فاتت قلت صيدلي وانا كنت غلطان. صيدلي. ولم يصحح لي هذه المعلومه. شوف من كتر ما هو ساكت وغامض عشان سعيدي بس ما صححليش المعلومه خالص. يعني سابني سارح مع نفسي وهو بيطري، فده هو يبقى فاهم كل كلامي. يعني مفيش كلمه انا هقولها تبقى غايبه عنه. ده حلو. كانوا بيحطوا البيضه قدام ايه؟ لمبه او شمعه. لمبه او شمعه عشان يشوف هو في جنين ولا لا. حتى البيضه اللي مش مخصبه هي فيها الجينات كامله. حتى الميتوكوندريا موجوده في الجنين في البيضه حتى لو مش مخصبه. الحيوان المنوي لا يحتوي الا الماده الكروماتينيه او ماده الدي ان ايه. طب هنا هتفرق بقى اكل البيضه من اكل الكائن؟ ما هو بقى انت كده اكلت الكتكوت على بعضه، بريشه بعينيه بحواجبه. يعني ما نضفتوش ما انت ما اكلت الفرخه. يعني لما حد يجي يسالني السؤال مباشر، انهي اكثر ضررا، البيضه ام ورك الفرخه؟ لا طبعا البيضه اكثر ضررا. يعني لو هنحط لو هنحط بقى يعني درجات للممنوعات. درجات لا درجات للضرر. ما الممنوعات كلها مضره. لكن هنفترض بقى دلوقتي طارق قدام حاجتين، يا نص يا فرخه على بعض، فرخه بصدرين بوركين بجناحها وقدامه 4 بيضات، هقول له لا كل الفرخه بقى طالما انت هتموت من الجوع. ما هو انت دلوقتي انت ما قدامكش سكه، صح ولا مش صح؟ الفرخه تحتوي ما تحتويه من اضرار، ولحمتها تحتويه ما مش هتتهضم، لكن ما فيهاش حواجب الكتكوت ولا ريشه ولا منقاره ولا ضوافر رجليه ولا مش عارف ايه. عشان اكل بقى حاجه شبهه بالظبط بنفس الانتيجينيستي. وكلمه انتيجينيستي معناها ما انت هتفهمها كده. طب قولها بالعربي، وضحها للناس عشان مش عارف اقولها. مش يعني هكتهد بس اجتهد. انا اللي انا فهمته من نظام الطيبات ان حضرتك بتقسم الاكل كله بشكل عام. مش قصدي لا كلمه انتيجينيستي قولها. الكلمه نفسها الانتيجينيستي اللي هي الحاجات اللي بتثير الجهاز يبقى نقدر نقولها كلمه انتيجين. كلمه انتيجين دي قالوها على اي حاجه ما تخصش جسمك. وجين يعني مقطع، ما هو انتي او انتاي وجين. الجين دي المفروض جينوين الاصلي، والانتيجين اللي هو مش اصلي. فانت اي حاجه بتخش جسمك تعتبر بالنسبه لك انتيجين، جسم غريب. فجسم غريب. فالفرخه اللي هتاكلها حضرتك هي كلها لحمه، فده هي انتيجين اللحمه بس اللي هيخش لك دلوقتي، صح؟ لكن البيضه لا، بالمصارين بقى برافو مصارين. الله يرضى عليك، هو جاب المفيد. انت يبقى عشان كده هو حتى نبيل هيفهمني في دي. بص، جسم الانسان هو بيتكون امبريولوجيكالي او من الناحيه الجنينيه بيبقى 3 طبقات: اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. كويس؟ 3 طبقات.
ماشي، وهو بيتكون كده بيبقى شبه الضفدعه او شبه الدوده. فالثلاث طبقات دول موجودين كلهم جوه البيضه. كويس، يعني ضوافر حضرتك بجلدك بالانسجه اللايننج دي كلها اسمها اكتو من بره، اكتوديرم. كويس. الميزوديرم ده اللي هتكون الاوعيه الدمويه وما شابه. يعني انا قصدي اقول لك ان الاكتو والميزو والاندو دول على بعض جوه البيضه. انت بقى بتاكلهم بكل الانتيجينيستي بتاعتهم. فما تفتكر بقى بيضة حمامه من بيضة سمان من بيضة تمساح من بيضة نعامه. اصل البيض كله عشان كده مشتينها عشان ناكله اصلا. بالظبط. ده جنين حرام سيبوه يفقس بقى ويعيش. انت ليك اكل الاجنه على فكره، بس انت تاكل الجنين بتاع الحبوب. ده جنين شرعي ده. ما هو جنين شرعي. ما انت بيبي ايتر، بس انت جنين الحبوب ليه؟ هو الانتيجينيسي بتاعته مش عاليه. ما هو خلي بالك، هو ان الحبايه اللي هي سواء قمح او رز او شعير او حنطه، ما دي قائمه انها بكره الصبح هتبقى نبات، صح؟ هترويها بشويه ميه، هتقوم مفتوحه، هتطلع برضو الاخضر، وهتقوم مطلع الاخضر وطلع جذور وساق واوراق وسنابل. ده يعزز فايدتها. برافو عليك. بس انت بتاكل بقى من دي كتير، يعني حبايه الرز الواحده فيها جنين واحد، اما تاكل منها 1000 حبايه يبقى انت خدت 1000 جنين رز، صح ولا مش صح؟ نعم. جالك فايده الجنين بتاعها. وخلي بالك عشان كده بقول لك الاسينشال امينو اسيدز اللي احنا بندور عليها جوه البيضه. ما خلي بالك احنا هنساوي حاجتين ببعض دلوقتي، البضايه وحبايه القمح او حبايه الرز، الاثنين فيهم جنين. وخلي بالك هو كتكوت اصفر من الصدفه. ما هو انت الصفار البيض ده، ما هو ده الجنين الاصلي واللي حواليه الماده المغذيه بتاعته. نفس الفكره في حبايه القمح، هو جواه جنين وحواليه الماده المغذيه بتاعته. ما انا كجنين هتغذى على ايه عشان اكبر؟ مش تركز معايا؟ انا كجنين دلوقتي الوعي اللي مغطيه بقى. بارك الله فيك. انا في بطن امي هتغذى على الدم اللي جاي من جسم امي. ايوه في البلسنتر تقريبا. ايوه في البلاسينتا دي هتنقل لي الدم بتاعها وتفلتره وتقوم نقله لي انا كجنين اتغذى عليه لحد 9 شهور بتوعي. لكن انا كحبايه قمح انا ما عنديش ده، ما عنديش الفرصه ان انا هعيش جوه جسم انسان تاني. فانا قاعد جوه تربه، انا هتغذى على ايه لحد ما اطلع جذور وساق واوراق؟ لازم ربنا يكون خالق لي حاجه جوايا اكلها. فربنا خالق للجنين ده اثناء انشقاقه، اثناء فلق الحبايه، سايب له حواليه بروتين اسمه جلوتين وسايب له نشا اسمه ستارش. عشان كده اما بتيجي انت تمسك الحبايه تقوم فارمها، طلع عندك دلوقتي 3 مكونات او 4 مكونات. القشره الخارجيه خالص اللي هي الناشفه دي، اللي هي الصفرة، اللي هي بنسميها شبه التبن دي. وجوه الحبايه نفسها في جنين وفي ستارش وفي جلوتين اللي هو البروتين اللي هو دايما بيقولك ده عدو الجسم، وده طبعا كلام فارغ وكلام مش صح. يقوم يطالع جنين الحبايه بعد ما يتروي بشويه ميه في التربه المناسبه دي، يبدا هو يعمل ايه؟ ياكل الستارش اللي هو النشا، وياكل في الجلوتين، ويقوم طالع لي بقى حبايه متكامله تنتج اختها، وتبقى الحبايه النهائيه تقاوي الجيل الجديد. شفت حكمه ربنا ازاي في الانبات؟ انت فهمت قصدي ولا ايه؟ نفس القصه تلاقيها برضه في الفول. حبايه الفول فيها جنين في وسط الفول والعدس والحاجات دي، البقوليات دي صاحبه فلقتين. الجنين بتاعها في وسط الفلقتين، يعني لو فتحته انت تشوفه بعينيك على فكره بيبقى لونه مختلف، لونه مختلف صح. واما تيجي تنبت تعرف تجيبه كمان، لان هو ده اللي هيطلع الجدر. يعني انت بتبتدي زي خط رفيع كده وبعدين بارك الله فيك. بس لا يتشكل غير في وجود الميه. صح. عظيم. اللعبه في ايه بقى؟ عشان خاطر برضو انا هقفل حته الجلوتين دي عشان خاطر برضو نحلها. يعني مفيش حاجه اسمها جلوتين سنسيتيفيتي، هي القصه كلها ان الدقيق الابيض نفسه نسبه الجلوتين فيه بتبقى اعلى من الطبيعي، لان انا خصفت منه الرده بتاعته. هحكيها بس انا هقول كلمه جلوتين اتسلف جايه من كلمه جلو، فهو غروي يعني. التركيب اللي بيحصل الاصل في الحبايه انها بتطحن زي ما هي بالقشره اللي عليها اللي بره دي، وانت بعد ما بتطحنها بتنخلها من الناشف. يعني انت بنقولها ايه، حتى الفلاحين يقول لك بتدريه. يعني ايه؟ بعد ما تمسكه وتطحنه بتعمله كده في الهواء، فالناشف بيقوم بيبعد، الناشف اللي هو اخف واحد خالص، وبيفضل بعد كده اللي موجود عليها القشره الخفيفه اللي كانت بره، القشره الخفيفه. عشان ما حدش يفتكر ان انا مطالب مني ان انا اكل القشره صعبه الهضم دي، لا 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 لا، مش مطلوبه مني.
بالعكس انا ما اعرفش اهضمها اصلا خالص. فالقشره الخفيفه دي، ودي مش فيهاش حاجه سحريه غير حاجه واحده بس، ان انا لما اجي اعجنه واسيبه يتخمر يدي فرصه للخميره تاكل فيه شويه ويعمل زي اريشن. كلمه اريشن معناها ان انا اسيب سبيسنج في العجنه فيطلع النسيج معاك رخو ومتفتح. انت معايا يا طارق ولا انا معاك سامعك فاهمك. يعني الحته دي يعني ممكن تبقى واضحه للناس صح؟ هي يعني بيكون في زي باول هوا شويه، في هوا في النص جدع، بيفتح النسيج، بيخلي النسيج نفسه لما يجي يستوي بقى ما يبقاش مكبوس، ما يبقاش مكبوس، ما يبقاش عجينه زي العجينه كده. ما احنا دلوقتي بقى اللي عملناه، احنا العجينه اللادنه دي دلوقتي احنا اللي عملناها. مع دخول الثوره الصناعيه بقى في شغل ماني وايز. بص هرش ازاي عشان واكل الجمبري، ويرجع يقول لي لا مش هو من اللب، مش هو. هو دايما لازم يخرج بره لا هو كانوا بيقولوا ان زمان كان الافران بتخبز كل يوم، بتعمل العجينه والخبزه كل يوم، لان القمح لما كان بيتشال كان بيعفن، لان هو كان مليان بيعطن صح، لان هو كان مليان بدهون وكان مليان بنشا. فده ميديا لا ده ميديا خصبه لوجود الفطريات والبكتيريا صح. فهم ابتدوا يعملوا عليه بروسيسنجز كتيره. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه ادهى. اصل خلي بالك موضوع الدقيق ده اتطور على مدار قرن وشويه، يعني من 1800 حاجه 40. ده من قبل من 1790 مع الثوره الصناعيه والكهرباء دخلت والمواتير اشتغلت، بدأ عمليه النخل سنتريفيوج. يعني ايه سنتريفيوج؟ يعني طرد مركزي. انا بجيب دلوقتي الطحين، وبدأت القصه ماني وايز، تجار الدقيق بقوا يعملوا حركه. بدل ما انا دلوقتي انا عندي تريلا او تراك كبيره هعبيها لك طحين كامل الحبه، يعني انا طحنته وحطيته لك، فهتلاقي الدقيق واخد حجم كبير. يعني مثلا العربيه دي حمولتها بالحجم 6 متر مكعب. 6 متر مكعب. ال6 متر مكعب لو حطيت فيه، لو مليتهم لك شويلة دقيق كامل هيوزنوا لنا حوالي 10 طن. 10 طن. هم 6 متر مكعب شايلين 10 طن دقيق او طحين كامل. اما جيت نخلته انا بقى بطريقه السنتريفيوج دي، خلي بالك السنتريفيوج بيعمل ايه؟ الطرد المركزي. الخفيف بيطرده بره، والاكثر كثافه والاثقل بيلم جوه. اتقل حاجه في البتاع دي الابيض اللي احنا بناكله ده دلوقتي. حلو الكلام. بتثبت وتقيله. فنفس ال6 متر مكعب بقوا يشيلوا 50 طن. فهمتك. فبقت نفس الحموله بنفس السولار هتشيل من لندن لادنبرا بنفس الفلوس، بس انا كسبت كتاجر اضعاف الاضعاف، وابيع لك الرده بعد شويه. حلو الكلام. والرده مش معناها القشره، الرده دي اسمها مردود الطحين. المردود ده بقى فيه كل ما هو خفيف، القشره الخفيفه اللي بره والقشره الغليظه اللي بره والجنين، لان الجنين وانت بتلف اللفه دي الجنين بيتنطر. امال اللي بيساب بقى الستارش اللي هو النشا والجلوتين. فتحول عندي ان الطحين من طحين متكامل فيه 4-5 مكونات ل2 مكونين بس، الستارش والجلوتين. ده اول ايرا خالص اللي هو 1801 او لحد 1810. انا ليه بقول التواريخ بالظبط؟ لان 1800 حاجه و40 اللي قال عليها الدكتور نبيل من شويه ظهرت الامراض. سكر بدأ يعلى، مستويات السكر ومش عارفين بيعلى ليه. السمنه بدأت تظهر. يعني عم تيجي 1915 اللي هي الحرب العالميه الاولى، تلاقي الناس يا باشا بقت تخان، خلاص بقوا تخان. اصل ده مش هيتخن غير بالدقيق اصلا. فبدأت تحصل كمان جنب مشاكل الدقيق الابيض لما ظهرت، بدأ يحصل حاجه اسمها اعراض سوء الامتصاص. ازاي؟ لقوا ناس عندها نزيف مش عارفين النزيف ده من ايه، وناس جالهم اسقربوط، فاهم، اللي هو السكيرفي، وقال لك ده نقص فيتامين سي. لا ده من طفح الدقيق. كانوا بيزودوا على الدقيق فوليك اسيد وحاجات كده. ما هو بعد شويه اما بدأت تظهر اعراض نقص وانيميات بتحصل، فقال لك احنا مش عارفين من ايه الانيميا دي، لان هو بدأوا يحطوا جنب الطبق الاصلي خضار. ما هو زمان كان الاكل اصلا الاكل الاصلي كان خبز بس، خبز في زيت.
بعد شويه الناس بتاكل خبز وعندهم امراض. الله، قال لك يبقى ده في نقص في حاجه، فقال لك نزود لهم طبق كمان عشان ياكلوا منه. فبدأ اختراع ايه؟ ان الطبق ده يبقى خضار وخضار مستوي، وبدأنا نألف بقى، انت فاهم؟ مع ان الاكل الاصلي بتاع الانسان كانوا كلمتين: حبوب ولحوم، وفي النص الشحوم بتاعتها وخلاص. طب ما لقيتش اللحوم عشان اللحوم غاليه يا باشا، انت لو كلت الخبز في الزيت انت يا باشا وفيت جسمك كل اللي انت عايزه. بس الخبز الاصلي هو بقى معملك الدقيق الابيض، فبقى بالنسبه له عباره عن كفر. يا عم انا سمعت امبارح ان في خبز عدس، يعني الدكتور زياد في التليفون بيقول لي ده في خبز عدس وخبز بسله وبطاطس لا يا ريت خبز بطاطس. يعني بيقولوا في يعني موافق لو خبز بطاطس موافق، لكن المشكله ان هم راحوا للبقول لتفكيرهم انها محتويه على بروتين. ما هو دلوقتي هم فتعوض بالظبط ادعائهم ان البقول، وخلي بالك هو ادعاء مش غلط، ان البقول مليانه بروتين، ده حقيقه، بس ده ما يقللش من قيمه الحبوب، لان الحبوب فيها بروتين اعلى، والاسينشال امينو اسيدز فيه اعلى واعلى. اصل خلي بالك انا مش بكميه البروتين، انا كميه الدايفرستي بتاعت البروتين. ما هو في بروتين فقير في جسمك اسمه ايه؟ كولاجين، فقير جدا، 3 امينو اسيدز بيلفوا فوق بعض، ده انا مش محتاجه. يعني لو حد جه بكره الصبح قال لي هناخد ساشيتس كولاجين، ده بيقرطسني وبيقرطسك، ما بتعملش حاجه في الجسم، هاكس يبقى بيه اصلا، ده هاكس بتتكسر اول ما بتخش على طول. شفت دكتور مؤخرا كده في فيديوهات طالعه عن مكتب الصحه الالماني ودراسات المانيه. ده يقولها لنا الراجل ده اللي يقول لنا الدراسات دي كانت ريسنتلي، يعني حاجه طلعت من وزاره الصحه الالمانيه، حذرت الناس ان هي تستخدم او تستهلك الدواجن بشكل عام. طيب هو دي طريقه بعتها لي على الواتساب، انا اول ما طلعت قالوا عليا مجنون وقالوا نفس الكلام، سالمونيلا الكلام ده ليتلي صح؟ بكتيريا العاطفه. لا ما انا مش عارف ايه العاطفه دي ليتلي الكلام ده صح. طب انا الكلام ده بقوله من 7 سنين، يعني انا الكلام ده لو هيأيد جزء من كلامي، بس انا اول ما بدأت قلت ان عشان خاطر هي لحمتها خشنه. انا كنت دايما بقارن، بص انا دايما كنت اقول ايه، ودايما حتى طارق اول ما اتكلمت معاه في القصه دي، عشان خاطر هو مالوش ميديكال باك جراوند عنيفه، فهو بيستقبل مني الكلام بالراحه، غيرك انت انا كنت كل ما اكلمك تقوم باصص لي وساكت. انا جمهور عادي. لا هو في كمان مشاكل كبيره، يعني في دوره الدواجن بيبقى فيه استخدام مفرط للانتيبيوتكس، الفاكسينز والانتيبيوتكس اكتر كمان من الفاكسينيشن، يعني بيخلي فيها مقاومه وبتضر الانسان. انا الدراسه دي اما طارق بعتها النهارده، وان انا موضوع الدراسات ده بصراحه شايف ان هو معظمه شغل تجاره، لكن هو الكلام فيه بأيد جزء من كلام. انا مش زعلان يعني، لكن انا الكلام ده كنت انا موقن منه 100% اول ما قلت فراخ لا. وبرضه خلي بالك عشان برضه منتشر طارق بيه عند الناس العامه ان هو يقول لك الفراخ متهرمنه. لا مفيش حاجه اسمها متهرمنه مبدئيا، عشان غاليه جدا جدا ان هي تستعمل في ومش همسك كل فرخه احقنها ولا كل بيضه احقنها هرمون. لا هو السهل ان انا في الماس برودكشن ده ان انا اكل صح، وان انا ارمي المضاد الحيوي في وسط العلف في العلف. تمام. وعايز اقول لك كلمه بقى مهمه قوي تحطها في دماغك، انا بس ما كملتش حته الدقيق، بس انا هرجع لها تاني، بس فكرني بيها ان احنا نرجع لها بتاعت الدقيق دي، لان هو تطور الدقيق لحد النهارده بقى مشكله. انت قلت التخمير وانا هبقى ارجع لها، بس في حاجه مهمه قوي في الفراخ بيعملوها. تعرف اكتر هرمون، او مش اكتر هرمون، هو الهرمون الوحيد المسؤول عن السمنه والدهون الحشويه هو الانسولين. حلو الكلام. اكتر حاجه فيسيولوجيكالي تخلي الانسولين بتاعك في السماء، وتلاقي الست من دول يا عيني مسكينه تقول لك انا بشرب بق الميه بدخن، ان لو حصل انسداد في الامعاء الدقيقه، وانسداد متكرر او حتى لو كان انكمبليت مش غير كامل، دي اكتر حاجه تخلي الانسولين بتاعك في السماء. ركز معايا، انسداد في الامعاء الدقيقه. يعني احنا لو كلنا شويه معلقتين دقيق انا وانت دلوقتي يسدوا عندي، هيسدوا عندك 3-4 ايام. والانسداد بيتحرك، اصل الانسداد بيتحرك، ما انت امعاك بتعاني، ما هي عايزه تزقه. عارف حته انت اكنك لازق لي حته جلو وانا جسمي عمال يزقها صح. الامعاء الدقيقه دي 6 متر، عقبال ما بيخلص منهم يقوم داخل بقى على اناكوندا الكبير القولون 1.5 متر بطول بطنك كده، فيبدا عامل انسداد برضه، وبيلزق على الجدار ده شويه والجدار ده يزقه فيلزق على ده شويه، فاهم؟ فهو طول ما هو ماشي عمال يعمل تروما فيزيكال، تقرحات، وفي نفس الوقت استثاره لجهازك الهرموني. فجهازك شايف، بطنك شايفه ان ايه، ان بطنك فيها حاجه،
فكل شويه تقوم باعته من عندها مؤشرات تقول للانسولين اطلع عشان احنا عندنا غذاء، اطلع حوشه، اللي هو مش غذاء، اللي هو اصلا مش غذاء، بتاعت اللزق والدقيق ايوه. فتقوم الست شاربه بق الميه، الانسولين طالع، يلاقي فريد الجلوكوز في الدوره الدمويه البابيه، يقوم عاملهم ايه؟ احشى معالم الكبد ده دهون. طب لسه في بره، يقوم طالع وراه بره ومخزنه في العضلات دهون ونشا. ما هو غبي مش فاهم، الانسولين غبي جدا مش فاهم، انت فاهم قصدي؟ فدي الشكوى الاصليه. تاني حاجه اكتشفنا بقى ان هي بتتخن المضاد الحيوي، بتخلي الحيوان يرمي لحمه. مش مهم اللحمه دي، عشان كده تقول لك اللحمه بقى شكلها غريب دلوقتي، ما بقتش لحمه سرحه، بقت لحمه مخشبه. ليه؟ عشان الكلام ده اتكلمت انا وطارق في المره اللي فاتت في البودكاست اللي فات. قلت له بيبقى الشاب من دول اللي بياخد انسولين وبيربي عضلاته مش عضلات، شكل العضله كده كده 37% منها بروتين بس يا طارق، اللي هو اكتين مايوسين، اللي هو الكونتراكتايل بروتين. خلي بالك العضله عشان تبقى عضله فانكشننج عندنا 2 بروتينز، اكتين عامل زي الشبك كده، ومايوسين بيشدوا لجوه. معايا؟ اكتين ومايوسين معاك، فاهم الميكانيزم بس مش فاهم الترمينولوجي. المايوسين ده اللي بيمسك دول في بعض من هنا، فبيشد دول على بعض كده، حصل كونتراكشن. اما المايوسين يفك ويقوم الاكتين يفك كده، يبقى انا هعمل كونتراكشن اهو بسلايدنج بروتين، لكن الفايبرز اصليه اكتين. معايا اهي؟ ما دي العضله. تمام. طب يا باشا هو الخلايا العضليه دول بس؟ لا، الخلايا العضليه فيها فاكيول بتخزن دهون، وفاكيول تانية جنبها او يعني حوصله بتخزن نشا، وحوصله ثالثه هي دي المثانه بتاعتي اللي برمي فيها الميه اما بعمل بيبي، وبعد كده بفضي. لكن انا كخليه عضليه عندي الاكتين المايوسين ده. هل دول بس الوحيدين اللي فيهم كونتراكتايل بروتينز؟ لا، الحيوان المنوي ما عنده ديل، ما انا عايز بروتين يبقى فيه برضه. البروتين ده اللي يخلي الحيوان المنوي يحرك ديله. تمام يا عم؟ لا، ارجع لليوكاريوتس اللي هم الكائنات الاوليه زي اليوجلينا، ما فيها كونتراكتايل بروتين. المقصود من كلامي ان الخلايا العضليه فيها جزء بروتيني لا يتعدى 37% اللي انت عايزه تشتغل. عشان كده الحصان العربي صغير حجمه لكن بينط حواجز، عضلاته قويه، يحارب بال6 ساعات ما يحصلوش حاجه، غير الحصان الاسترالي يهنج منك بسرعه وتقيل في الحركه بتاعته. فالعضله دي عشان تشتغل كويس عايزه تبقى البروتين او الاكتين مايوسين بتاعها فانكشننج، صح ولا مش صح؟ صح. اللي بيحصل مع الانسولين الكتير العضله بتتضخم، لكن مليانه ايه بقى؟ فاكيول النشا بقت محترمه كده، فاكيول الدهون بقت محترمه كده، والاكتين والمايوسين هم نفس الحجم. فيقول لك انا ضخمت بايه يا عم؟ بالمضاد الحيوي اللي بيتحط له وعمال. ما هو على فكره بتاع الحديد ده ما هو كل شويه يجي له دور نزله معويه، اضرب فلاجيل، اضرب اوجمنتين، انت فاهم قصدي؟ يتخن. بتوع مزارع الدواجن لقوا ان عندهم لو ادوا جنتامايسين، وده مضاد حيوي معروف، الفرخه بتكبر. طب اللعبه فين بقى؟ هو في حاجه اخطر كمان، الكروس ريزيستنس بتاع البكتيريا يا عم سيبك من ده، اصلا انا مش مقتنع بالمضاد الحيوي كعلاج اصلا. انت دخلتنا في حته هتوه امي، انا عارف انت كل مره بتقوم واخدني وداخل بيا في حته غلط اصلا. استنى يا باشا عشان اقول بس البق اللي هو قال عليه ده. انا مش مقتنع ان المضاد الحيوي كعلاج اصلا. هو الانترودكشن بتاعه من الاصل على ايد العالم اللي اسمه فيلمين كان غلط. طب انت هقول لك على حاجه يمكن ما اعرفش انت يعني تعرفها ولا لا. المضاد الحيوي في حد ذاته انتاج فطري، انتاج ايه؟ فطريات. فيلمينج ده كان ساب كوبايه الشاي بتاعته زي ما حالاتي كده، رجع لقى البكتيريا في حاجه بينها وبين، يعني لقى في حته عفن، والعفن ده يعني فطر. العفن ده ايه؟ فطر. كويس. الفطر ده حواليه حته سيف زون، مش بلو زون، سيف زون حواليه فاضيه كده. ايوه ما انا عارف. فيلمينج لقى الحته اللي هو حته العفن دي حواليها حته سيف زون، البكتيريا مش عارفه تخش عليها. فقال لك الله، ايه ده بقى الماده دي؟ ده الماده دي قام راح واخدها ومصفيها وعامل منها اكستراكت سبال بنسلين. حلو الكلام. هل توقف العلم عند الحته دي وما طورش؟ لا طورنا. عارف لدرجه ايه؟ ان الكيموثيرابي اللي بيستخدم في السرطان انتاج فطري.
انتاج ايه فطري. فبمعنى اصح يوم انا بديك مضاد حيوي بالبق اكني بزرع في معدتك وامعائك ايه فطر جديد. بارك الله فيك. يبقى انت بتحارب البكتيريا بفطر، عفنا. صح ولا مش صح؟ عشان كده يجي واحد متخلف يقول لك اصل البكتيريا دي بقت ريزيستنت للعلاج. لا، هي بكتيريا فذكيه زي الفطر. هي كسبت الفطر دلوقتي، مش كسبتك انت معتبر نفسك ان انت اخترعت حاجه. لا، هي ماده، هي كائن اولي زي ده بالظبط. عارفين بعض بقى، فاهمين بعض. فانت بقى تجيب لي ايفرمكتين، تجيب لي فلاجيل، تجيب لي مش عارف زعبوط، انا يا باشا هعرف احاربه. هذا بتصير نقطة مهمة ان الايفرمكتين خد صيت جامد قوي. ده عشان ميل جيبسون يا باشا اللي اتكلم عليه. وانا ميل جيبسون مش هعرف اخبط فيه لان انا بحبه، بس هو كلامه غلط دغري طيب. وسكه كده. هو كلامه مش علمي. في سؤال مباشر جاي لنا من الناس. مش قصدي. انا عندي سؤالين مباشرين جاينا من الناس عايزين نرد عليهم. هرد ان بعد شاء الله. إذن لو حضرتك. هعرف ارد. لا كده تعرف ترد. اول حاجة الناس اللي بتلعب رياضة قال لك او اللي عايزة تخس قال لك انا مش هينفع امشي على النظام علشان خاطر النظام ده مش نظام دايت، هو نظام ممكن يتخني عشان فيه ده الكلام ده يقولوا لخالته ورز. استنى بس، ده اف اي كيوز، ده فريكولي اسكد. انت مشيت على نظام وخسيت صح؟ ده انا ماشي على النظام ومرتاح. لا وخسيت ولا لا؟ يعني وزني زي ما انا ما هو. قلتش، شفت برضه ما بتقولش وزني. بطنك خست، بطني خست طبعا. ها كشكل. وجسمك دفنش. وشي ما بقاش لا فيه. لا، وعضلاتك بقت هاي ديفينيشن. صحيح، هاي عشان مفيش يعني ميه محبوسه مفيش ومرتاح. ميه، لا، والدهون اللي حوالين العضله راحت، بقت العضله كلير. ايوه الكم وسع. انا الكم بتاعك واسع. ما خلي بالك، هو الاصل في الجسم الحقيقي عنتر بن شداد كان نحيف، بس لما تشوفه تلاقيه مشرخ. انت فاهم القصه قصدي ايه؟ يعني فيصل اخو طارق هو بيلعب ويعني ايه وبيمارس ديلي. انا شفته بعد 5 ايام على النظام. لا طارق فيصل النهارده شكله مختلف، شكله احلى. لا وشكل العضله بقت احلى. العضله انت مش عايزها تبقى ضخمه على قد ما تبقى مرسومه. انت فاهم؟ يعني بضرب المثل دايما مع محمد رمضان. اما تيجي تحط جسم محمد رمضان قدام جسم من اللي هم الناس الروبوست، لا هو جسمه ده احلى طبعا. لا ديفايند. الراجل ده مشي على النظام بقاله قد ايه؟ بالك قد ايه يا دكتور نبيل؟ بقالي يمكن 10 ايام. 10 ايام. خس قد ايه يا باشا؟ والله كده الراجل بيقعد معانا في رمضان كان كرش قد كده. لا ووشه كمان بقى ايه ديفايند. المقصود من الكلام اللي يقول لك هو داخل بكونسبت، هو العالم الذكي اللي احنا قلنا عليه من شويه عند خالته ده، هو داخل بكونسبت ايه؟ الاكل اللي فيه سعرات كتيره ده يتخن. صح. لا الكلام ده ما بيقوله لناش. احنا قلنا السبب التخن الوحيد انسداد الامعاء او المضاد الحيوي، والاثنين مش عندي. انت اللي عمرك بطنك ما هتتسد لا على نوتيلا ولا على بطاطس ولا على رز ولا على سمك، طول ما انت بتاكل على جوع. ما هو انت دلوقتي بتاكل يعني مع النيدز بتاع جسمك. فاعتقد الاجابه دي بقت وافيه. يبقى قصه السعرات ضربنا بيها عرض الحائط، مفيش حاجه اسمها كالوريز. فارغ. وبالتجربه اللي بيكلمك الكلمه دي ما جربش. الكلمه دي بيكلمك بالبرنسبل، او يعني هو ايه يعني قبل ما بيبدا بيحط انطباع. مش من حقه يحط انطباع. احنا خلاص بقى لنا ارضيه، وارضيه واسعه جدا. فعايز تدخل في معانا، خش معانا. عايز تالف وتعمل فيها عالم، مالكش مكان عندنا خالص. في حاجتين كمان ايه؟ بس نقطه انا عايز اقفلها. هو النظام 12 دقيقه قايلهم الدكتور شارحهم. والله ده 12 دقيقه كنت انا مزود فيهم وكنت قاعد فاضي. ما فيش غيرهم عشان ما حدش يسالنا. هم دول. ماشي. لا في سؤال بيجي لي كتير قوي. ما علاج جرثومه المعده؟ استئصال المعده يا باشا. ده خدوها، ده قطعوها. ده قطعوها على فكره منطقيا. على فكره ده جالي كتير. مش هتلاقي حته تقعد فيها. ده انت قاعده في الشارع يعني فاهم. وهتلاقي نفس المبدا بتاع الجرثومه وكنت بعمله مع الست. طب ما تطلقها بلاش حته بات تقعد. لا لو في وقت هنبقى نتكلم عن الجرثومه دي لوحديها، هقول لك عنها كلمتين بس لو في وقت. لا نلحقها، هو الوقت. لكن انا في حته انا عايز اقولها. طب ايه السؤال اللي بعد الجرثومه ايه؟ في ناس تانية طالبين بشدة عايزين يعرفوا يعني ايه سرطان منك. حاضر. لا بس لازم ليها قاعده برضو تانية. ده السرطان. ده السرطان والجرثومه. وايه تاني؟ انا في حاجه عايز اقولها بس يعني في حته في ناس برضو سألت على الدهون المهدرجه بشكل عام. مفيش حاجه اسمها دهون مهدرجه. الدهون المهدرجه دي يعني ايه؟ يعني انا كسرت الدبل بوند اللي موجوده جوه الحمض العضوي، فبقى حمض كامل الهيدروجين. ما فيهوش مشكله خالص. عملته في المعمل، ما اعمله في المعمل. بالعكس انا بشجع حاجات تعمل في المعمل. يعني موضوع البيبتايد زي ما جينا اتكلمنا فيه، لا انا على فكره البيبتايد انا مش شايف من ناحيتها مبدئيا مشكله صريحه.
بالعكس ده في، لان انا في نقطه واقفه بيني وبين الغذاء، والحته اللي عايز اعمل عليها ستريس مهم. بص انا مبدئي بيقول الغذاء سبب المرض، السبب الوحيد للمرض. يعني انا لو قدرت اصوم حضرتك 20 يوم هصفي جسمك من كل امراضه، بس هو صعب ان انا اعمله مع كل الناس. فهقف قدام حته الناس تقول لك طب الواي بروتين مع الناس اللي بتلعب حديد، لا ده مضر جدا. الواي بروتين يعني اتسلف يعني بيرسي كمان هو ده اللي اسمه شرش اللبن. شرش اللبن لما بتيجي انت تفصله بيبقى نصين، نص انت عارف. انت معايا طارق؟ عارف اللقطه دي. لو جبنا اللبن وحطيت عليه معلقه خل وسبته دافي، يعني بعد ما تغليه هيفصل نصين، النص الكاسين والنص اللي فوق ده الواي بروتين اللي هو بسميه الشرش. لو احنا جينا على الشرش نفسه في الامور العاديه انا موافق عليه، بس هو مش ماده مغذيه للدرجه اللي احنا بنحكي عليه. ده رقم واحد. لان انا اللبن ما بعتبروش سائل عادي، ده اللبن ده بديل الدم. يعني لو ربنا حرم علينا كمسلمين شرب الدم، هو بديله الوحيد اللبن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على كل طعام اللهم ارزقنا، الله الحمد لله ده اطعمنا وسقانا، واللهم ارزقنا خيرا منه ما عدا اللبن. لان بيعتبر ان اللبن ده انقى ومن اعلى مغذيات موجوده على وجه الارض. مغذي بس هو حامل الضرر لانه هيعتمد على اكل الام اللي وفرت اللبن. لكن لما جينا كلمه في البيبتايدز اتكلمت عليها بصوره شكلها احلى. ليه؟ البيبتايدز اولا هي شورت تشين امينو اسيدز، فانا تعاملي معاها مع الجسم معاها مع يعني ليست انتيجينستي اصلا. خلاص. طب احتياجي ليها كجسم، لو الصراحه لو جيت للجد، لو انا اكلي المتوفر، ودي مشكلتي مع الاكل دلوقتي، لو اكل المتوفر كامل الغذاء كنت ارتحت وقلت لا. لكن انا اكل اللي موجود دلوقتي تيل ناو انا مش عارف اوفي كل الاكل اللي انا عايزه في نفس الوقت. ما هو انا باكل سمك النهارده بكره جسمي اتحسس منه مش هاكله شويه. انت سالتني ايام رمضان انت كان شكلك مجهد، طبعا كان شكلي مجهد. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اما عدى عليه اللي هو حصار الشعب بتاع بني هاشم كان اجهد. عام رمضان ما عدى على عمر بن الخطاب وعاش عام كامل ياكل عيش في زيت وشه اصفر واجهد وبنى عليه الشيب. فانت خلي بالك انت برضو هو الغذاء سلاح ذو حدين. لو توفر بكثره يمرضك، ولو قل عن حاجه معينه يتعبك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه بعد رضي الله عنها وارضاها بعد وفاه النبي بفتره، كانت مره بيتكلموا معاها بيسالوها عن اكل النبي وكده، قالت لهم لم يشبع آل بيت محمد من طعام شعير يومين متتاليين. يعني ما كناش بناكل كل يوم خبز اصلا، مع ان الخبز هو اعلى فايده. خلي بالك، ما هو دلوقتي انا حتى التوست اللي بوصفه في كل بلد مش هو ده الايديال. اقرب حاجه ليه ده احسن الوحشين. هو جاب الكلمه اللي انا عايز اقولها. حتى مش اقرب حاجه ليه. يعني انا ما قعدت مع بتوع التوستات ربع الكميه اللي بتخش لك منه دي ابيض عشان يعرف يلدنه. ما هو الدقيق الكامل ما هو اللي موجود دلوقتي دقيق متهجن. يعني ايه متهجن؟ لعبوا في اساسه، فزودوا نسبه الدقيق الابيض عن الجنين بالجيناتيك انجينيرنج، فبقتش القمحه هي قمحه سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام، لا ده قمحه ملعوب فيها. فهو نفسه يعني انا ما اعرفش اعيش على التوست ده لوحده. طب الرز يا دكتور، الرز فيه مشكلتين. مشكله ريه وانتاجه الاصلي في مواد ملوثه. رقم 2 انا كده ده حبه مقشوره معايا مش كامله فهتبقى كلها بقشرتها. لا، هو الاصل في الحبايه لو جيت للجد تتطحن وتتخبز وتتخمر وبعدين تتستوي. انا الرز ما بعملش فيه كده، بس هو اقرب حاجه توفي لي شويه احتياجات. ستيل ناقصني حاجه بس مش هوفرها لك في اكل برضه. عشان كده لما اتكلمنا في البيبتايدز قلنا ممكن تكون حل لبعض المشاكل. ما بتاخدوها منا بس عشان ده بقى شغل. عايزين نلخص نظام الطيبات. لا نرجع للجرثومه. لا مش هنلخص نظام الطيبات. ده النظام ده نظام كبير. لا اللي هي المبادئ الاساسيه اللي هي ما يضرش الجسم فيزيكالي
وما بص يا يهيجش باشا، جهاز بص المناعه. ايوه تمام. قول يا باشا، كمل. صح كده؟ بتقول صح اهو. ايوه، ما يضرش الجسم فيزيكالي. فيزيكالي، ايوه. وما ما هيجش جهاز المناعه. هيجش جهاز المناعه، ها، ولا يحتوي على سموم. ولا يحتوي على صعب قوي توفره دلوقتي. ليه؟ هقول لسعادتك ليه. زي ما قلت اول حاجه، التوست حتى بالرغم ان انا بعدت عن الخضار مثلا، لان هو ده يعني، وانت قلت اخر كلام دلوقتي برضه يتكلموا عن البلانتس ان هي مضره للجسم. قول يا دكتور، قول. لسه في امريكا كانوا مطلعين ان في امريكا بس اكتر من 600 نوع نبات بيحتوي على سموم للانسان. رد عليك طارق قال لك ايه بقى في ساعتها؟ قال لك في امريكا بس. معلش انا اسف هقطعك في دي. طارق رد عليك قال لك ايه ساعتها؟ قال لك ما هو فعلا النباتات لازم يكون فيها كده عشان تدافع عن نفسها. هو اللي قال صح ولا مش صح؟ صحيح. هل الكلمه دي انت واخدها من حته ولا هي ولا هو ده المايند سيت بتاعك اللي قال لك؟ ده المنطق. عشان كده الفلفل والشطه والحاجات دي، الحاجات دي سموم النبات عملها عشان الناموس ما يتلمش عليه. هو لو سابها مشاع من الناموس هيخش يتلم عليه. هو ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك هم دايما خلقوا جواك حاجه اسمها الدواء مر، مع ان ربنا قال على الدواء الوحيد اللي في القرآن المنتج العسل. الوحيد العسل، ومش مر وده مسكر خالص. ازاي يبقى الدواء مر؟ وخلي بالك العسل مش عشان خاطر مضاد حيوي والكلام الفارغ اللي بيقولوه ده، لا، العسل فايدته اصلا ان هو سكر معقود نقطه. فاهم قصدي؟ يعني تلاقي ايه واحد عامل لك فيها فقيه يقول لك ايه القدماء المصريين كانوا بيحطوا العسل على الجروح فبيداويها عشان مضاد حيوي. ما ده هكس، الكلام ده هكس، مفيش الكلام ده. السكر كلمه واحده، العسل كلمه واحده بس، سكر. والانسان قبل ما يكتشف يعمل السكر ربنا خلقه له. فاهم قصدي؟ فما تلخصش انت تقول العسل مضاد حيوي عشان كده طلعوا دلوقتي عسل متعالج بيولوجيا وفورتيفايد. لا، مش عايز ده، عايز العسل بتاع النحله. النحله خدت رحيق من البتلات بتاعت الازهار وقامت محولاه سكر. انا عايز السكر بتاعها او السكر اللي انا عامله. عشان كده قلت اعظم، بتضحك على ايه؟ اعظم منتج. بس جت في دماغي بتاعت عسل السدر الجبلي وما اعرفش هكس. بقول لك هقول لك على حاجه، لو هو مضمون، هو في ميزه واحده بس العسل. يعني انا جاي لي عسل، كان في عيان اسمه سامح عنده صدفيه، مامته كان عمل لي فيديو صغير كده، كان بقاله 22 سنه بيتعالج من الصدفيه، ومامته بعد كده اتعالجت معايا وكتر خيرهم يعني. فهم اصحابي ومسيحيين، جابوا لي عسل انا ما دقتش شبهه في حياتي من دير العذراء بتاع وادي النطرون ومن دير المحرق. مثل النحل العسل اللي بتاع الدير ايه؟ ان ده ما راحش في حته، هو المنحل والصحراء قدامه وشويه شجر حواليه، فالنحل ده ما هيدور فين تاني غير شويه الازهار دي. فانتاج العسل ده هقول لك صفاته لا تعد ولا تحصى اللي عندي. هو في الاول وفي الاخر سكر بس ما اتضربش. انا بقى بقول كلمه وقلتها وهم زمان ضحكوا عليها، قلت لهم اعظم منتج صنعه الانسان في حياته من اول ما ادم لحد النهارده هو السكر الابيض. انت استخلصت ما تعبت النحله في استخلاصه. النحله قعدت تحزق، كان لغز. تحزق وتروح وتيجي وتنهج وبتاع وفي الحر وتموت في النص يعني لو راحوا سرب 100,000 نحله هتلاقي نصهم مات في السكه اصلا من الحر. انت فاهم؟ ورجعوا عشان ياكلوا الناس في الخليه. جابت ايه في الاخر؟ جابت سكر. انت الحمد لله ربنا قدرك انت ككائن بشري ضعيف الحيله، انت تعرف تستخلص السكر ده من قصب او من عنب او من تمر. وقبل ما يكتشفوا السكر كانوا بيخمروه اوتوماتيك. يعني قبل ما يكتشفوا باستير ما يعرف ان في بكتيريال فيرمنتيشن او فانجل فيرمنتيشن، قبل ما يعرفوا القصه دي هما كانوا بيحطوا العنب او التمر ويقفلوا عليه فيتحول نبيت. النبيت ده ما هو الا ايه؟ سكر وتخمر. عشان كده سيدنا موسى اما جه ضرب بعصاه وخلى الميه بتاعتهم دم، فرعون قال له انا هشرب نبيت لحد ما الميه ترجع طبيعيه. انت فاهم قصدي؟ فالفكره بتاعت ان السكر هو ماده غذائيه صريحه موجوده من عند الناس من الاف السنين. انا مش جاي اقترحها، انا كل اللي عملت ستريس على حاجه واحده، ان انت باستخلاصك للسكر الابيض ووضعه في برطمان عندك، ده اختراع ما فيش حد هيعمله بعديك. ده رقم واحد. رقم 2، من 5-6 سنين اول ما طلعت فكانوا بيتكلموا معايا، قلت لهم مفيش حاجه اسمها غذاء متوازن، في حاجه اسمها غذاء كافي، اللي هو ما يكفي لنموك كطفل وبقائك كادلت او كناضج وضرر عليك قليل. فالغذاء الكافي ده كنت دايما اقول لهم ايه؟ في مجاعه جايه،
لو في مجاعه جايه انا مش هخزن طبق سلطه وورك فرخه وخضار مستوي وطماطم مش شيري توماتو، مش هعمل ده. امال هتعمل ايه يا باشا؟ هاخد كيس رز تحت باطي ده وكيس سكر تحت باطي ده. لو ما عنديش رز هاخد شوال بطاطس. وخلي بالك البطاطس بالرغم انها مش حبه كامله لكن ثمره بتنمو بالتدرج. يعني البطاطسايه لوحدها تعرف تطلع بطاطس شبهها صح بالتدرج، بنزرعها، هي بتتزرع البطاطسايه نفسها، فهي مع حتى انها من غير ثمره. فكرة حتى من غير الجنين ما برضو. تزرعها لو اتثبت على يا ابن الذين انت فهمت انا عايز اقول ايه. انا دلوقتي عايز طبعا لا يمل من الحديث مع حضرتك والاستاذ والدكتور عفوا محمد. وان شاء الله لنا حلقه جايه مع احنا هنوعد الناس بس بحاجه، جرثومة معده وسرطان. هنوعد الناس بحاجه. لو انت بس عشان تبقى انت قد كلمتك ان انت هتوعد دلوقتي. ايوه ان شاء الله. انا مستعد ويكلي ننتج حلقه ونثبت نزولها على اليوتيوب. لا انا نفسي ان نبرز كمان الجانب العلمي القوي، لان انا النظريه انا عارفها لان انا درستها كويس قوي، فانا عارف ان هي ليها باك جراوند علمي قوي جدا، ونفسي ان احنا نجمعه في حته واحده لان هو لا هو احنا هنعمله على الحلقات وطارق هيبقى هو الانتروديوسر بتاعنا والبريزنتر بتاعنا. لان هو بصراحه تبارك الناس يقولوا لنا عايزين يعرفوا ايه المره الجايه. الايه انت قلت عايز تتكلم على حاجات السرطان. هنفرد له المعده الجرثومه دي هنفرد لها غير بره الهزار يعني. والباقي يحددوا الجمهور خلاص هم وعايزين في بعض الكلام انا تهت منكم لانه نفتح النقاش العلمي كمان مع الدكاتره. لو في حد من الدكاتره عنده اي اسئله وعنده اي استفسار، لا واحنا وانت اطرحه طرح مباشر. صحيح. واحنا طارق الشانل بتاعته انا بحبها جدا وحابب انها تكبر وحابب انها تبقى ليها يعني بلاتفورم ليا كمان اضافيه غير الشانل بتاعتي. يعني انا هعتبر الشانل بتاعت بلو زونز دي ارض التانية ارض التانية وانا الكلام ده قلته من داي 1. لو انت عندك استعداد نشوف الناس كمان هنا في المكان ونقدر لو نشوف سكرينة حتى لو صغيرة نشوف عليها شوية سلايدز. انا دي هتبقى حاجة كمان حلوة جدا للناس اللي عايزة تفهم حاجات. نبيل طرح حاجة حلوة. الدكاترة اللي عايزة ترد انا موافق انها ترد. عايزين يبعتوا فوتج او كليبس عندهم يصوروها او فيديوز واحنا نعرضها عندك على البلاتفورم. انا ما عنديش مشكله خالص طالما هيردوا بسرعه علميه. يعني ما يطلعش واحد يقول لك طلعت المفهوميه مش عارف بيقول ايه. لا انا كلامي خلاص بقى ليه ارض. فهي ترد عليا علم يا ما تردش. انا موافق على كل رد علمي صحيح ما عدا استئصال المعده عشان جرثومه المعده يعني دي انا متمسك بيها زي الطاسه بالظبط. ونسمع لا بس بقى ترند جميل دلوقتي في كونفليكت اوف انترست كبير قوي. الراجل الطيب دوت بيتكلم علم وانا عايز الناس العاديه تفهم. ماشي بقى احنا عايزين نعمل بقى الميكس بقى الخفيف ده. بقى انت برضو انت المودريتور ليه؟ انت فيك ميزه. انت بتهدي مني بصراحه كتير مش هزار. يعني انا يا جماعه انا هقولها كلمه من انت عارف ان انا لا بنافق ولا برائي ولا بتفرق معايا القصه دي. تمام. لو قلت لك ان انا ربنا رزقني بيكم انتوا الاثنين والتالت وفيصل طبعا انا مش هقدر انسى فيصل الغائب الحاضر ده اخويا الصغير ده وابني يعني. لكن انا ربنا رزقني بيكو حواليا. طبعا ربنا رزقني بيكو. طارق من اكتر الناس اللي لما بقعد معاه على الرغم ان هو تونه بره التصوير عالي لكن بيمتص مني جزء كبير من نيرفي. وعلى فكره انا مش عصبي انا اكسايتد بس. وما باجي ادافع عن وجهه نظري في شغف وفي حراره. يعني اعتبرها اكسايتيشن اكتر منها ان انا نيرفي عالي او ان انا عصبي. لا انا مش عصبي ولا عمري سقرت لنفسي حد بيشتمني. يعني يعني اللي بيشتمني في شخصي ما بردش عليه اصلا. لكن اللي هيتكلم في النظريه اتسلف لا هي ديب قوي عليك عشان تشتم فيها من بره. يعني انت شالو. انا شايف اللي بيتكلم عليه ده شالو قوي. شالو يعني ضحل ما عندوش حاجه ضحل خالص. حتى ما بيجي بيرجع للكتاب اللي قرب منه بالنص اللي انا اصلا قاريه قبليك ب200 سنه. يعني الواد اللي طالع يتكلم النهارده انا قبل هو ما يخلص بكالوريوس كنت انا معاه دكتوراه. في حاجات لو فتحناها مش هنقفل. اللي هو سمعت واحد بيقول لك اصل ايه المدخل قلت ايه ده بقى الكلام الفارغ. شفت انت بس احنا لازم نقفل. لو سمحتوا شيروا الحلقه واكتبوا لنا انتوا عايزين تعرفوا ايه المره الجايه وباذن الله نعمله لكم.
شكرا نشكر لكم. جدا جدا. لا انا اللي دكتور بشكركم، طارق. احنا جايين النهارده مش انترو مع بعض، احنا كلنا انا لازم انا افتح واقفل. مفيش فايده، البني ادم بطبيعته اناني، ديمقراطي بطبيعته أناني. ديمقراطي جدا. ان شاء الله هنعمل بلاتفورم مخصوصه لنبيل بعد كده يتكلم فيها لوحده. بس هي هتبقى خناقه، بس انا وانت مشكله خناقة. نبيل ان لو عملنا له بلاتفورم هيبقى قاعد ساكت طول النهار، هيقول لك انا بفكر، هيقول لك انا شكرا.